السلام عليكم تالتة اعدادي، كل سنة وانتم طيبين. المراجعة النهائية بإذن الله هنبدأها النهاردة على الوحدة الأولى وبعد كده على الوحدة التانية وهكذا، ولحد ما ليلة الامتحان إن شاء الله نجمع كل المراجعات بإذن الله ونقول الخلاصة. لكن قبل ما نبدأ في تفاصيل المراجعة على الوحدة الأولى حابة بس أنوه عن كذا حاجة. لو انت أول مرة بتشوفني فانت لازم تاخد ورق الشرح مجاني، هتلاقيه على التليجرام وهتلاقيه كمان على الفيسبوك مس أسماء للعلوم والأحياء. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا عارفة إنكم انتوا في الوحدة الأولى عندكم شوية مشاكل. شوية المشاكل دي بإذن الله لازم تسمعوا كلامي في الفيديو ده علشان تقدروا تحلوها وعلشان تقدروا تنجزوا، لأني أنا في النهاية هدفي إنك تجيب الدرجة النهائية في مادة العلوم إن شاء الله. فيلا نتوكل على الله، نبدأ بسم الله، نصلي على رسول الله ونقول يا رب ساعدنا كده وقوينا، وندخل بقى على فيديو المراجعة ونشوف هنخلي بالنا من إيه ونركز على إيه وايه اللي ممكن يجي لنا. يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا يا تالتة اعدادي في طلب صغنن قد كده، انك تعمل لايك للفيديو علشان تساعد ان القناه غيرك يشوفها وان غيرك يستفيد من الفيديو. فاعمل لايك للفيديو علشان تشجعني وتدعمني، ويلا بينا نبدا. طيب انا دلوقتي عايزاكم تلموا معايا المعادلات وتلموا معايا الاكسده والاختزال، لان انا عارفاكم كده وحاسه بيكم ان دي اكتر حاجه بتضايقكم، صح ولا لا؟ لو صح قول في الكومنتات. فكل مشكله وليها حل. طيب حضرتك مش فاهم المعادلات، يبقى حضرتك تسمع فيديو الشرح بتاع المعادلات. طيب انا فهمتها يا مس بس مش عارفه احفظها، هتلاقي في صندوق وصف الفيديو تحت عنوان الفيديو ده مباشره انا بقولك ازاي تحفظ المعادلات دي بطريقه سهله جدا. وخلي بالك انت لسه قدامك وقت انك انت تحفظ المعادلات حتى لو لسه هتحفظهم من النهارده. اتفقنا؟ طيب تعالوا بينا كده في اول جزء في المراجعه باذن الله على الوحده الاولى. هنلم المعادلات بتاعه المنهج كله، معادلات بتاعه الوحده الاولى كلها باذن الله عشان دي مهمه جدا. والالوان اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض الوان مهمه جدا، والالوان بتجيلك في الامتحان. المركب ده لونه ايه مش عارفه ايه، هتجيلك في الامتحان، فاسمع كلامي عشان تجيب درجه نهائيه. معادلات بقى بكذا طريقه، يعني ممكن يجيلك معادلات على هيئه مثلا ماذا يحدث، ممكن تجيلك معادلات مثلا مكتوبة ونقص منها حاجات انت تكملها، ممكن يقولك مثلا المركب ده لما بيتفاعل مع ده او لما ينحل او لما يتفكك ايه اللي هيحصل. فممكن تلاقي لك جاي مثلا صح او خطأ، ممكن اختر، ممكن صوب. يعني المعادلات هتلاقيها في اسئلة كتيرة جدا جدا طبعا زي ما احنا هنشوف بإذن الله في المراجعة. فقبل ما نشوف الأسئلة تعالوا نلم مع بعض المعادلات بتاعت الوحدة الأولى علشان لما تبقى داخل الامتحان تبقى كده فيها. دلوقتي هي تالتة إعدادي بأهم الألوان اللي لازم تخلي بالك منها عشان هتجيلك في الامتحان. طبعا احنا أخدنا مركبات كتير زي مثلا أكسيد الزئبق، زي النحاس، وعرفنا إن المركبين دول لونهم إيه؟ لونهم أحمر. تمام؟ طيب لو انا قلت لك الزئبق فقط من غير الاو من غير الاكسجين يبقى ده لونه ايه؟ فضي. خلاص يبقى الزئبق بيبقى لونه فضي، ولما يرتبط بالاكسجين يبقى يتحول الى اللون ايه؟ الاحمر. طب النحاس لوحده بيبقى لونه ايه؟ احمر. طيب نفترض بقى ان النحاس ده اللي هو CuO، النحاس ده اللي هو CU اللي هو الاحمر ارتبط بالاكسجين يبقى يتحول الى اكسيد مين؟ نحاس. يبقى يتحول الى لون مين؟ الاسود. لكن النحاس وحده فقط هيبقى لونه ايه؟ احمر. طيب النحاس مثلا ارتبط بمجموعه الكربونات يبقى CuCO3 يبقى دي كربونات ايه؟ نحاس. طب كربونات النحاس لونها ايه؟ اخضر. يبقى ممكن في الامتحان يقول لك انا عندي مركب اخضر اللون، فاول ما تسمع كده مركب اخضر اللون يبقى ده كربونات مين؟ النحاس اللي هو CuCO3. طيب انا عندي هنا حاجه تانية، النحاس برضو عندي النحاس بيبقى لونه ازرق. طب امتى يبقى لونه ازرق؟ عندي CuSO4 طبعا دي كبريتات نحاس، عندي CuOH الكل 2 طبعا مجموعة ال OH دي بسميها هيدروكسيد يبقى هيدروكسيد نحاس. يبقى الاتنين دول المركبين دول بيبقى لونهم ايه؟ ازرق. خلاص يبقى انا خلي بالنا انا هنا عندي ال CuSO4 اللي هو كبريتات نحاس هيدروكسيد نحاس، هما الاتنين دول لونهم مين؟ ازرق. نيجي بقى يا تالتة اعدادي لمركبين مهمين جدا بنسميهم ولاد عم بعض. تعالوا بس نكبر خط القلم شوية. عندي NaNO3. تمام؟ شايف هنا ذرة الأكسجين كم ذرة؟ 3. الأكسجين عندي 3 ذرات. في مين؟ في نترات صوديوم. طب عندي مركب تاني اسمه نيتريت صوديوم.
NaNO2. يبقى شايف الفرق عندي فين؟ في عدد ذرات الاكسجين، 1 3 وواحد 2. طيب خلي بالنا، انا هنا اللي فيه 3 ذرات اكسجين ده بسميه ايه؟ نترات صوديوم، وده نيترات الصوديوم. طب نترات الصوديوم لونه بيبقى ايه؟ ابيض. تمام. طيب النيترات الصوديوم بيبقى لونه ايه؟ ابيض مصفر. يبقى لو انا قلت لك مثلا مركب بيديني مركب تاني ابيض مصفر، يبقى الابيض المصفر ده يبقى ايه؟ النيتريت. خلاص. يبقى اذا نخلي بالنا من الالوان. طب انا عندي مركب تاني لونه ابيض برضو اللي هو ايه؟ AgCl اللي هو كلوريد مين؟ الفضه. يبقى دول يا سنه ثالثه اعدادي الالوان المهمه جدا جدا اللي لازم تخلي بالك. طبعا الورقه اللي انت شايفه دلوقتي انا هسيبها لك، ما تخافش، هسيبها لك في التليجرام وكمان على الفيسبوك ان شاء الله. فيلا بينا بقى نشوف كده، نلخص كده المعادلات بتاعتنا علشان نشوف هي بتجيلنا ازاي. المعادلات بتاعتنا يا تالتة اعدادي، طبعا احنا خدنا ان التفاعلات الكيميائيه بيبقى ليها 3 انواع. اول نوع تفاعلات الانحلال الحراري. انحلال حراري معناه ان انا بيبقى عندي مركب كبير، بواسطه الحراره المركب الكبير ده بيتجزأ بقى الى العناصر بتاعته. طبعا احنا عارفين يعني ايه مركب، يعني عندي كذا عنصر ارتبطوا ببعض. طيب انا عايزه المركب اللي ارتبط ببعض كده نفكه. طيب نحله ازاي؟ نحله بواسطه الحراره، فبسميها تفاعلات انحلال حراري. طيب تعالوا نشوف كده، عندنا اول مثال، عندنا انحلال اكاسيد الفلزات. اكاسيد الفلزات لما بتنحل يعني لما بتتفكك بالحراره بتديني فلزات وبتديني ايه؟ غاز الاكسجين. طيب انا عندي مثال اهو اللي هو ال HGO. مين فاكر اكسيد الزئبق لونه ايه؟ احمر. طب انا عندي 2 من ال HGO، لما اسلط عليها حراره، اعرض المركب ده او الماده دي للحراره، ايه اللي هيحصل؟ هيتكون حاجتين، هيتكون زئبق لونه فضي وغاز الاكسجين. طبعا شايفين السهم ده يتصاعد. وهنا يا تالتة اعدادي حضرتك لما تيجي تكتب المعادله في الامتحان بتاع اخر السنه باذن الله، لازم لو انت مثلا عندك غاز اتكون لازم تكتب له السهم ده، خلاص، عشان ما ينقصكش. اتفقنا؟ طيب خلي بالنا انا هنا عندي 2Hg، خلي بالنا ال 2Hg اهو طلعت، يبقى مين فاضل؟ فاضل الاو، بس الاو كان قدامها 2 يبقى O2 طلعت اهي. يبقى خلي بالنا ممكن بقى المعادله دي تجي لك اكمل نفس النظام ويجي لك كده السهم ونقط زائد نقط. طب ممكن ما تجيلكش اكمل، امال تجيلي ازاي يا مس؟ ممكن تجيلك ماذا يحدث. ايه اللي هيحصل عند تسخين ماده الزئبق اللي هي اكسيد الزئبق الحمراء؟ لما نسخن اكسيد الزئبق الاحمر ايه اللي هيحصل؟ هتقول له ايه؟ يبقى يتفكك بالحراره او ينحل بالحراره ويعطي الزئبق لونه فضي ويعطي غاز الاكسجين. طب ممكن يلف عليك بقى ويقول لك ازاي اعرف ان غاز الاكسجين ده هو الغاز اللي نتج؟ يعني ليه ما يكونش هيدروجين؟ ليه ما يكونش ثاني اكسيد الكربون؟ فنيجي بقى لنقطة مهمة جدا، ازاي نكشف عن الغازات. فعند غاز الاكسجين هتكشف عنده ازاي؟ تكشف عن ليه ازاي؟ يعني تعرفوا ازاي ان هو اكسجين؟ يبقى عند تقريب شظية مشتعلة لغاز الاكسجين هنلاقيه ان هو بيزداد ايه؟ توهج. تمام، يزداد توهج او يزداد ايه؟ اشتعال. يبقى النقطة دي مهمة جدا. يبقى انا من مثال واحد عرفت ممكن المعادلات تجي لنا ازاي. طيب تاني حاجة، لو انا عندي هيدروكسيد فلز لما ينحل بالحرارة هيديني ايه؟ قال لك هيديك اكسيد الفلز برضو وهيديك بخار ماء. طب بخار الماء رمزه ايه؟ H2O. طيب ال H2O بخار الماء ده ايه؟ هيتصاعد بقى في الجو، يبقى نكتب له ايه؟ السهم ده. تعالى نمسح الدوائر دي. يبقى اذا هيدروكسيد الفلز. تمام. طب حد يقول لي هيدروكسيد الفلز اللي هو هيدروكسيد النحاس لونه ايه؟ احسنت، لونه ازرق. طب لما ينحل هيديني اكسيد نحاس اللي هو CuO اللي هو لونه ايه؟ اسود، برافو. وهيديني الماء اللي هو اللي هو H2O، وطبعا السهم هيبقى ايه؟ لفوق، معناها اللي هو ايه؟ تصاعد. خلاص. يبقى اذا هيدروكسيد النحاس هينحل الا اكسيد نحاس ومين؟ وبخار ماء. دي حاجه. طيب انا هنا عندي المعادله دي اللي هي كربونات الفلز او كربونات النحاس. طبعا الكربونات لونها ايه؟ برافو، لونها اخضر. طب لما تنحل بقى هيديك ايه؟ قالك هيديك اكسيد نحاس اللي هو لونه اسود وهيديك ثاني اكسيد الكربون، وطبعا غاز هيتصاعد. نعمل عمليه مين؟ التصاعد اللي هو السهم ده. طيب ممكن هنا يقول لك الغاز اللي طلع من التفاعل ده او من المعادله دي ازاي اكشف عنه؟ وممكن ما يكونش ثاني اكسيد الكربون، ممكن يكون اكسجين.
يبقى اذا هنقول له ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيعكر ماء الجيرمين الرائق. يبقى انا بكشف عن الغاز اللي انا امرره على الماء الجيري الرائق، لو اتعكر يبقى خلاص ده ثاني اكسيد مين؟ الكربون. اتفقنا؟ يبقى في منتهى البساطه يا تالتة اعدادي المعادلات دي تتحفظ وكمان تتفهم، لازم تتفهم الاول. يعني ايه افهمها؟ يعني انا عندي السي يو CO3، السي يو ايه؟ السي يو ده اللي هو النحاس هيرتبط بذره واحده من الاكسجين اهو، اداني سي يو او. طب ما انا يمس عندي الكربون اهو قاعد، احطه هنا. طب يمس انا هنا عندي O2 قاعده، يبقى اهو، يبقى اتكون ثاني اكسيد مين؟ الكربون. لازم تفهم المعادله. اتفقنا؟ طيب تعالوا لمثال تاني على الانحلال بالحراره. عندك السي يو SO4 اللي هو كبريتات النحاس لونها ايه؟ ازرق، برافو عليك. طب كبريتات النحاس لونها ازرق CuSO4، ايه اللي هيحصل بقى؟ السي يو دي هتاخد ذره من الاكسجين، ما عندك كام هنا؟ 4، هتاخد واحده، يبقى CuO، يبقى اكسيد النحاس لونه اسود زي ما متعودين. طب مين اللي هيتبقى من دول؟ هيتبقى ال SO3. ليه؟ لان انا النحاس خد ذره، هما كانوا 4 فالنحاس خد ذره بقى SO3. طب ال SO3 ده معناه ايه؟ لو انا قلت لك اقراه كده يبقى ثالث اكسيد الكبريت. ثالث اكسيد مين؟ الكبريت، وده طبعا غاز، يبقى غاز رمزه ايه؟ التصاعد. وده طبعا مش هقول لك اكشف عليه. خلاص، يبقى انا دلوقتي بكشف على غازين لحد دلوقتي، بكشف على الاكسجين وبكشف على ثاني اكسيد مين؟ الكربون. طيب تعالوا بقى لاخر حاجه معانا في الانحلال الحراري. تمام؟ ولاد عم بعض بقى. تعالوا نشوف. انا هنا عندي نترات الصوديوم، نترات الصوديوم اللي هو ايه؟ NaNO3، وده طبعا 2 قدامها. طيب هنخليها تنحل بالحراره، هيديني ايه بقى؟ خلي بالنا كل ده هينزل زي ما هو 2NaNO، بس خلي بالنا بدل ما هنا O3 هتبقى O2. خلاص، يبقى ده بدل ما كان نترات هيبقى ايه؟ نيترات الصوديوم. طب يا مس الاو التانية راحت فين؟ الاو هتطلع عليها غاز. طب غاز اسيبها كده وحديها؟ لا، يبقى O2 وتصاعد. فيها اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. يبقى انا دلوقتي ممكن يقول لك وضح معادله رمزيه وموزونه والكلام ده كله، انحلال مركب ابيض اللون تمام بالحراره. ابيض اللون، يبقى انا عندي نترات الصوديوم هتنحل بالحراره تديني نيترات الصوديوم وتديني غاز مين؟ الاكسجين. يجي يا تالتة اعدادي لماده بتنحل بس مش هتنحل بالحراره، هتنحل عن طريق الكهرباء. تمام؟ عن طريق الشرر الكهربي. الماده دي اسمها ايه؟ ماده اسمها ازيد الصوديوم. تاني ماده اسمها ايه؟ ازيد الصوديوم. طب ماده ازيد الصوديوم دي الماده اللي بنلاقيها في مين؟ بنلاقيها في الوساده الهوائيه. ومن هنا ممكن يجيب لك تعريف الوساده الهوائيه ايه واهميتها. طبعا احنا الوساده الهوائيه دي بتبقى موجوده داخل السيارات ايه؟ الحديثه، بيبقى عباره عن كيس مطوي. الكيس المطوي ده قابل للانتفاخ، بيبقى موجود في عجله القياده في السيارات ايه؟ الحديثه. طب ممكن يقول لك ايه هي اهميه او استخدام الوساده الهوائيه؟ طبعا اهميتها او استخدامها اللي هي بتحمي السائق من الصدمات. خلاص. طيب الوساده الهوائيه دي بيبقى جواها ماده ايه؟ ماده اسيد الصوديوم. اول ما يحصل ان السائق اتخبط او حصل تصادم للسياره، الكيس ده ينتفخ. الكيس ده ايه؟ ينتفخ. طب تعالوا نشوف هينتفخ ازاي يعني. يبقى ماده اسيد الصوديوم اللي هي 2NaN3 خلاص، عن طريق الشرر الكهربي اللي هيتولد لما يحصل الصدام. العربيه لما تتخبط ايه اللي هيحصل؟ هتنحل لمادتين. شايف؟ ال 2Na هتطلع زي ما هي تبقى صوديوم. وايه بقى؟ خلي بالنا انا هنا عندي N3 و2 يبقى 3 2N. طب يا مس انا ليه ما كتبتهاش 2N3؟ لان اولا ده غاز نيتروجين، وطبعا الغازات لازم تطلع بالطريقه دي ثنائيه الذره. طب هنا عندي كانت 3 ذرات، يبقى اكتب له دي عندي 3 ذرات من مين؟ من النيتروجين. فهمنا؟ علشان ما نحفظش كده وخلاص. يبقى فهمت انا ليه بكتبها بالطريقه دي؟ خلاص. يبقى انا هنا انا هنا ال 2Na نزل زي ما هي، يبقى متفضل ال 2 ومتفضل N3. يبقى ال N ده نيتروجين يبقى يطلع على هيئه غاز يبقى N2. طب ده كان 3 ذرات يبقى ايه؟ 3. خلاص. يبقى ده غاز مين؟ النيتروجين هيتصاعد. يبقى اول ما العربيه تتخبط، الوساده الهوائيه اللي هو الكيس المطوي ده اللي مقفول هيتفتح،
ليه بقى هيتفتح؟ لان بسرعه عن طريق الشر الكهربي ماده ازيد الصوديوم اتحللت بقى، اتفككت وادتني صوديوم وادتني مين؟ غاز النيتروجين. يبقى مين اللي هيتملي؟ مين اللي هيملي الوساده الهوائيه؟ طبعا الغاز هيخلي الوساده الهوائيه ايه؟ تنتفخ. وقال لك يا جدع ان الوساده الهوائيه دي بتتملي بغاز النيتروجين في زمن قدره 40 ملي ثانيه، يعني حاجه كده في اقل من الثواني كده، في 40 ملي ثانيه تلاقي غاز النيتروجين ملأ الوساده والوساده انتفخت. وطبعا لو انت ما شفتش فيديوهات الشرح بتاعتي فهتلاقي فيها الوساده الهوائيه عملي وحقيقي. تالتة اعدادي لتاني نوع من انواع التفاعلات وهو تفاعلات الاحلال. وكلمة احلال يعني حاجة هتحل مكان حاجة، والله عنصر هيحل محل عنصر، عناصر هتحل محل عناصر، هنشوف دلوقتي. يبقى دي بقول عليها تفاعلات ايه؟ الاحلال. يبقى خلي بالك في فرق بين الانحلال والاحلال. انا عندي العناصر بخليها تنحل، بخليها تتفكك بمين؟ بالحراره. لكن دي عناصر ايه؟ احلال، لحاجه هتحل محل مين؟ حاجه تانية. طيب انا عندي نوعين من الاحلال، احلال بسيط واحلال ايه؟ مزدوج. طيب هناخد امثله لده وامثله لده. تعالوا نشوف الاحلال البسيط. وكلمه بسيط معناه ايه؟ معناه ان انا عندي عنصر، العنصر ده بيبقى شايف نفسه كده قوي، عنصر نشط، يروح بقى لمين؟ لاتنين جنب بعض قاعدين كده وواحد منهم ضعيف، يروح النشط القوي ده يقوم مقوم العنصر الضعيف ويقول له قوم اقف كده، اطلع بره، انا هقعد مكانك. خلاص؟ بلطجه يعني. يبقى اذا ده يعني بنشبهها كده. يبقى دي تفاعلات الاحلال ايه؟ البسيط. يعني حضرتك زي ما انت شايف كده عندك الصوديوم، وده طبعا عنصر ماله؟ عنصر نشط. الصوديوم هو طبعا والبوتاسيوم، فالمعادله دي كانه ايه؟ اللي تنفع للصوديوم والبوتاسيوم. طب ايه اللي هيحصل؟ انا عندي 2 من الصوديوم 2Na، ولما نيجي نفعلها مع الميه، طب انت شايف الميه بتتكون من ايه؟ من هيدروجين وبتتكون من اكسجين. يبقى خلي بالنا انا عندي عنصر ناشط قوي اهو، وعندي مركب والله فيه هيدروجين وفيه مين؟ اكسجين. يبقى العنصر النشط ده هيروح لمين؟ يشوف الضعيف فيهم مين. طب لقي في الميه، لقي ان الضعيف فيهم مين؟ هيدروجين. الضعيف فيهم مين؟ هيدروجين. يبقى انت بص هيدروجين، لم بعضك واطلع من هنا، يلا امشي بره الفصل، امشي بره التفاعل خالص. يبقى الهيدروجين هيطلع بره التفاعل على هيئه مين؟ غاز. يبقى H2 هيتصاعد على هيئه مين؟ غاز. حلو الكلام. طيب تعالوا نشوف. يبقى ال2Na اهو قعدت، تمام. طيب احنا هنا كده ال H2 دي عيني خلاص طلعت، بس خلي بالنا انا هنا كان عندي ايه؟ 4 ذرات من ال H2، انا طلعت 2، يبقى يتفضل كام؟ يتفضل 2 يمس. يبقى ادي ال H اهو 2، وادي ال O، يبقى العنصر المركب اللي هيطلع 2NaOH اللي هو هيدروكسيد مين؟ الصوديوم. يبقى انا عندي الصوديوم اللي هو الفلز لما يتفاعل مع الميه يدينا هيدروكسيد مين؟ صوديوم، ويديني مين؟ غاز الهيدروجين، ويديني حاجه مهمه جدا اوعى تنساها في الامتحان اللي هو مين؟ الهيت او الحراره. وبالتالي التفاعل ده خطر جدا ان هو يحصل. ليه؟ لان التفاعل ده غاز الهيدروجين لما يطلع هيزعل بقى، يقول انا عندي الصوديوم طلعني من التفاعل، والله العظيم لا انا مطربقها على دماغي. يبقى غاز الهيدروجين هيشتعل بفرقعه شديده جدا جدا وتنطلق حراره. وطبعا التفاعل ده احنا شفناه حقيقي في الشرح، فارجع للشرح وشوفه حقيقي. خلاص؟ طيب يبقى اذا انا هنا عندي الفلز ده اللي هو الصوديوم حل محل الهيدروجين بتاع مين؟ بتاع الميه. انا عندي الميه وهو حل محل مين؟ الهيدروجين. خلاص؟ يبقى لازم يا شباب يعني المعادلات دي نفهمها الاول وبعد كده تحفظوها. يبقى انا كده خدت طريقه ثالثه اكشف بها عن الغاز اللي هو غاز الهيدروجين اللي هو بيشتعل بمين؟ بفرقعه شديده. يجي بقى يا ثالثه اعدادي ليه احنا طبعا لسه في الاحلال البسيط، فنيجي من نلاقي ان هنا عندي فلز. الفلز بقى هيحل محل الهيدروجين، بس مش هيدروجين الميه، هيحل محل هيدروجين مين؟ الحمض. وهنا انت مريح نفسك، انت عندك حمض واحد وحداني اللي هو حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl. يبقى انا هنا خلي بالنا انا هنا عندي كان فلز حل محل الهيدروجين بتاع مين؟ الميه، ولكن هنا الفلزات اللي احنا هناخدها نلاقيها اللي هي بتحل محل الهيدروجين بتاعت مين؟ الحمض.
طب تعالوا نشوف، انا هنا عندي الخرسين اللي هو زد ان حل محل مين؟ الهيدروجين. يبقى مين اللي هيطلع بره؟ الهيدروجين. تمام. طيب مين بقى اللي هيقعد جنب السي ال؟ الزد ان. يبقى الزد ان هيقعد جنب مين؟ السي ال. بس خلي بالنا هنا السي ال كان قدامها كام؟ 2. يبقى ال2 دي بتاعتها هي بس، مش بتاعت الزد ان. يبقى سي ال 2. يبقى نكتبها هنا بالطريقه دي، مش هنكتبها هنا. تمام. هنا غلط. ليه؟ لان انا عندي السي ال بس هي اللي كان قدامها ايه؟ 2. يبقى انا هنا عندي الخرسين لما اتفاعل مع حمض الهيدروكلوريد طلع الهيدروجين بره واتكون كلوريد الخرسين والهيدروجين اتصاع. دي اول معادله. طيب تعالوا نشوف المعادله الثانيه. عندي الالومنيوم 2Al الومنيوم هيتفاعل مع 6 من ال HCl. ونلاحظ هنا ان انا كميه ال HCl هنا كبيره شويه. كبيره ايه شويه؟ ليه بقى؟ لان هنا انا عندي الالومنيوم علشان يتفاعل مع الهيدروجين بياخد وقت طويل. بياخد وقت ايه طويل علشان يحصل التفاعل، عشان كده انا بستخدم له ايه كميه كبيره. طيب خلي بالنا مين اللي هيطلع؟ اللي هيطلع غاز مين؟ الهيدروجين. طب انا هنا الهيدروجين عندي 6 هيدروجين. طب ال6 دي اكتبهم ايه؟ خلي بالنا انا هنا الهيدروجين زي ما اتفقنا بيطلع على هيئه مين؟ غاز. يبقى ال H2. طب اكتب قدامها كام؟ 3. يبقى 3 في 2 ب6. يبقى انا كده وزنت المعادله. خلاص. يبقى انا عندي الفلز اتفاعل مع الحمض، اتفاعل مع الهيدروجين بتاع الحمض طلعه بره اهو. طيب هيجي يقعد فين؟ يقعد هنا. يبقى 2Al اهي. طب مين هنا متبقى من الحمض؟ الCl. يبقى الCl اهو، بس يمس الCl كان قدامها 6. يبقى الCl هنعملها هنا كام؟ 3. ليه؟ لان انا هنا عندي الاثنين مضروبه في الEl ومضروبه في الCl. يبقى انا 2 في 3 ب6. يبقى انا كده وزنت مين؟ المعادله. خلاص. طبعا وزن المعادله بالتفصيل بقى هتلاقوه في فيديو تحت العنوان ده باذن الله، لازم تشوفوه لو انتوا عندكم مشكله في الوزن. طيب لو لفينا عليكم بقى وقلت لك النحاس اتفاعل مع الحمض الهيدروكلوريك هتقول لي ايه؟ يبقى تكتب له كده لا يحدث تفاعل. ليه؟ لان طبعا النحاس بيلي الهيدروجين في متسلسلات النشاط الكيميائي. يعني مين اقوى من مين؟ الهيدروجين اقوى منه. فالنحاس النحاس ده ضعيف، يجي يطلع الهيدروجين القوي يقول له لا انا اقوى منك، انت ما تقدرش تطلعني بقى. خلاص. يبقى الهيدروجين شاطر على مين؟ شاطر على النحاس. الهيدروجين ما بيخليش النحاس يحل ايه محله، وبالتالي لا يحدث مين؟ تفاعل. خلاص. طيب اخر معادله عندي في معادلات الاحلال البسيط اللي انا عندي فلز برضو زي المغنيسيوم، وعندي مركب كبريتات النحاس اللي هو CuSO4. ايه بقى اللي هيحصل؟ المغنيسيوم بقول لك ايه يا عم النحاس انت اطلع بره، ما هو المغنيسيوم انشط من النحاس. يبقى الام جي هتحل محل مين؟ السيو. يبقى السيو يعني مين هيطلع فين؟ هيطلع بره. بس هيطلع على هيئه غاز؟ لا طبعا هيطلع على هيئه مين؟ راسب. وطبعا قلنا ان النحاس وحدي بيبقى لونه ايه؟ احمر. فحضرتك تكتب كده راسب ايه؟ احمر. خلاص. طيب خلاص النحاس هنا طلع. يبقى مين متبقي؟ الام جي متبقي والاس او 4. يبقى اهو ام جي اس او 4. ودي طبعا كبريتات مين؟ كبريتات مغنيسيوم. خلاص. يبقى دي تفاعلات الاحلال مين؟ البسيط. تعالوا نشوف الاحلال المزدوج. في الاحلال المزدوج هل انا هلاقي عنصر وحيد وحداني هو القوي ويحل محل عنصر تاني ضعيف؟ لا، انا هنا عندي العناصر، عندي مركب وعندي مركب. المركب ده طبعا كل مركب يبقى فيه عنصرين، يبقى انا عندي عنصرين وعنصرين. ونشوف بقى مين هيحل محل مين. تعالوا نشوف بينا كده. انا هنا عندي في الاحلال المزدوج عندي هيدروكسيد النحاس، هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NeOH. طيب هيدروكسيد الصوديوم ده بقول عليه قلوي، ماده قلويه. تمام. زائد HCl ده حمض. يبقى انا عندي حمض وعندي مين؟ قلوي. وهنا قال لك خلي بالك طالما حمض مع قلوي يبقى هيديني ملح وميه، يبقى ده بسميه تفاعل تعادل، وتفاعل تعادل هيجي لك في الامتحان. يبقى ممكن اجيبها لك اكتب مصطلح العلمي تفاعل الحمض مع القلوي اللي يعطي ملح وماء، يبقى دي تفاعل مين؟ التعادل. طيب حمض مع قلوي يديني نقط ونقط، اختر او اكمل، يبقى يديني ملح ومين؟ وماء. طيب انا هنا ال Na اللي هو الصوديوم تمام هيحل محل مين؟ الهيدروجين الضعيف.
هيحل محل الهيدروجين مين؟ الضعيف. يبقى ال Na هيجي جنب مين؟ الCl اهو، جا جنبه اللي هو كلوريد الصوديوم، بقى ده ملح. طيب يبقى انا مين يا عيني؟ ال H ده خلاص هيطلع بره، وال OH هنا برضو يبقى نجمعهم هما الاتنين مع بعض، يبقى يتكون مين؟ ميه H2O. خلاص يبقى دي اول حاجه بسميها احلال ايه؟ مزدوج. يعني انا الصوديوم ده، تعالى نمسح الكلام ده الاول. الصوديوم هيحل محل الهيدروجين، تمام، وده هيرتبط بده، يبقى دي بقول عليه احلال ايه؟ مزدوج. خلاص. طيب تعالوا نشوف، لو انا عندي مثلا هنا كربونات صوديوم، وهتقول يا مس ده كربونات صوديوم ده ملح، تمام. طب كربونات الصوديوم رمزها ايه؟ Na2CO3. الملح ده هيتفاعل مع الحمض اللي هو ال HCl، تمام، 2 من ال HCl هيديني ايه؟ هيديني ملح وماء وثاني اكسيد الكربون. هيديني حاجات كتير قوي. يبقى اول ما تلاقي ال Na2CO3 وتلاقي الرمز ده، يبقى على طول ثاني اكسيد الكربون هيطلع، على طول الميه ايه؟ هتطلع. طيب ايه اللي بيحصل؟ طبعا الصوديوم هيحل محل الهيدروجين ده، يبقى 2NaCl كلوريد مين؟ الصوديوم. يبقى انا عندي كربونات الصوديوم اللي هي مكلكعه كبيره كده، اول ما تتفاعل مع الحمض هتديني 3 حاجات، ثاني اكسيد الكربون، تديني ميه، وتديني ملح اللي هو كلوريد مين؟ الصوديوم. تمام. طب نيجي لاخر حاجه بقى في تفاعلات مين؟ الاحلال المزدوج. عندي كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم ده طبعا ملح، وعندي AgNO3. ال NO3 ده يمس ده نترات، والAg فضه، يبقى دي نترات فضه، وده ملح برضو. يبقى انا عندي ملح هيتفاعل مع ملح. طب هيديني ايه؟ هيديني ملح وملح. تمام. طيب ال Na هتحل محل مين؟ الAg. يبقى ال Na هتروح لمين؟ ال NO3. يبقى NO3 يبقى ده نترات مين؟ صوديوم. انت خدت مكاني. يبقى مين بقى هيتبقى في المعادله؟ اللي هيتبقى الAg والCl. يبقى تتكون AgCl هو كلوريد مين؟ الفضه، ولسه واخدين ان هو بيتكون راسب مين؟ راسب ابيض. خلاص كده يا شباب. يبقى انا عندي ال NaCl مع ال AgNO3 ده ملح وملح. يبقى خلي بالك الصوديوم دايما هيحل محل مين؟ العنصر اللي اقل منه، والاقل منه هنا مين؟ ال Ag. خلاص يبقى ال Ag هتطلع بره وتتفاعل مع ايه؟ الباقي من ال NaCl. خلاص يبقى دي كانت تاني تفاعل اللي هو تفاعلات مين؟ الاحلال. طيب دلوقتي فاضل تفاعل اللي هو تفاعل الاكسده والاختزال، وانا عايزه اعرف يعني ايه اكسده واختزال، وازاي يجيلي في الامتحان، وايه الامثله ممكن تجيلك في الامتحان. فيلا بينا نشوفها دلوقتي في الفيديو ده. طيب قبل ما نشوف الاكسده والاختزال يا تالتة اعدادي، حاجه مهمه جدا. طبعا احنا هنشوف دلوقتي في الاسئله بتجيلنا ازاي، بس في نقطه مهمه جدا عايزه اقول لكم، يعني المعادلات ممكن تجيلكم ازاي فيها. زي ما شايفين ادي معادلتين، والمعادلتين جايب لك هنا رموز، جايب لك الاي اتفاعلت مع الاي جي NO3 نترات الفضه وتكون راسب وماده بي، والماده بي دي 2 منها انحلت حراري وادتني 2NaNO2 زائد الماده دي. فهو عايز يكتب الصيغه الكيميائيه للماده A والماده B، ومش بس كده، بيقول لك ايه اسم الغاز اللي هو دي وازاي نكشف عنه، ويقول لك مثلا اكتب الصيغه الكيميائيه للراسب اللي في المعادله رقم 1، عايز الصيغه الكيميائيه ولون الراسب ايه. يعني شايف ده سؤال ممكن يجي لك في الامتحان. طبعا انا بجيب لك اصعب حاجه، لكن زي ما احنا هنشوف دلوقتي لو انا جبت لك معادله واكملها ده سهله. فتعالوا نفكر. طب انا هنا عندي الاي جي NO3 دي ملح، ده ايه؟ ملح. وانا اخدت في المعادلات ان عندي ملح زائد ملح، يبقى اذا زي ما واخدين من شويه الماده دي تبقى ايه؟ كلوريد الصوديوم NaCl. يبقى ده ملح وده مين؟ ملح. يبقى الماده ايه؟ انا عرفتها اللي هو ايه؟ NaCl. طب تعالوا نشوف هتكون ازاي. يبقى ال NaCl دي لما تتفاعل مع ال AgNO3 ايه اللي هيحصل؟ هتديني ايه؟ تعالوا نفكر. هتديني الراسب ده فاكرينه كان ايه؟ يا مس ال Ag مع Cl. يبقى AgCl ادي الراسب. طب الماده الثانيه ال Na دي هتتحد مع ال NO3، يبقى الماده دي Na. تعالوا نكتبها حلو. يبقى الماده اللي هي B سميناها NaNO3. يبقى عرفنا المعادله الاولى ماشيه ازاي، زي المعادله اللي فاتت بالظبط. يبقى انا هنا ممكن هو بيقول لك ايه؟ اكتب الصيغه الكيميائيه للراسب. عرفنا الراسب اللي هو AgCl كلوريد مين؟ الفضه. طب لونه ايه؟ هتقول له لونه ابيض.
خلاص. طب تعالوا نكمل المعادله. يبقى انا طلعت المركب B اللي هو NaNO3. تعالوا نحطه هنا. طب المركب NaNO3 تمام لما ينحل بالحراره هيديني مين؟ 2NaNO2 زائد مين؟ احسنت، زائد غاز الاكسجين هيتصاعد. طب ازاي بنكشف عن الغاز المتصاعد؟ يبقى عند تقريب عرض ثقاب مشتعل اليه يزداد اشتعال او يزداد توهج. خلاص. طيب معادله تانية اهو، بيقول لك الايه دي ماده خضراء، كاتب لك بين قوسين ماده خضراء. طب الماده الخضراء واخدتها انا الماده الخضراء. ايه هي الماده الخضراء؟ برافو، ايوه يا مس جبتها. احنا خدنا ان CO3 دي ماده خضراء. يبقى انت كده فكيت له اول لغز. تمام. يبقى هو بيقول لك ايه؟ اكتب الصيغه الكيميائيه اللي كنا من الايه. طب انا جبت له الايه اللي هو CuCO3. تمام. طب CuCO3 ده اللي انا عرفتها لما تنحل بالحراره ايه اللي بيحصل؟ برافو، هتديني CuO زائد CO2. هو كاتبها لي فانا هكتب له ايه؟ CuO. يبقى المركب اللي هو Cu مين O. خلاص. يبقى ده بسميه اكسيد مين؟ النحاس الاسود. طيب تعالوا نشوف المعادله الثانيه. قال لك الماده اللي هي B اللي احنا طلعناها اللي هي كانت CuO زائد ال H2 تمام، وحراره هتديني ماده X زائد H2O. يا مس ده احنا كده لفينا، ده احنا كده دخلنا في تفاعلات الاكسده ومين والاختزال، بس احنا هنجيبها. يبقى CuO زائد الهيدروجين. الهيدروجين ده هياخد الO منها يبقى H2O. يبقى مين اتبقى وحديه؟ الماده اللي هو X دي اللي عايزها لماده مين؟ النحاس اللي هي بيتكون رسم لونه مين؟ احمر. فهمنا المعادله دي مهمه جدا جدا جدا. بعض يا تالتة اعدادي طبعا احنا اخدنا المفهوم عملية الاكسدة والاختزال على حسب مفهوم تقليدي ومفهوم الكتروني او مفهوم حديث، فاحنا هنخلي التقليدي في اخر الفيديو ونبدأ بالمفهوم الحديث او المفهوم الالكتروني. خلي بالنا دلوقتي لما بنيجي ندخل تفاعل كيميائي بيبقى فيه مادتين او اكتر، المادتين دول بيتفاعلوا مع بعض، بيبقى فيه مادة بتفقد الكتروناتها ومادة بتكتسب الالكترونات، يعني مادة بتاخد الالكترونات من مادة تانية. طيب خلي بالنا عملية الأكسدة معناها إيه؟ معناها عندي فقد إلكترونات. يبقى إذن المادة اللي هتدخل جوه التفاعل ويحصل لها عملية فقد الإلكترونات هقول يا عيني ده حصل لها عملية أكسدة. يبقى كده عملية الأكسدة معناها إيه؟ معناها عملية كيميائية، يعني إحنا مش بنقدر نشوفها بعينينا، عملية كيميائية بتفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكتر. يبقى انا عندي مادة، المادة دي طبعا بتتكون زي ما اخدنا من ذرات، الذرات دي هتدخل جوه التفاعل هتفقد يا عيني مين؟ الكترونات. يبقى عملية فقد الالكترونات هنسميها عملية مين؟ اكسدة. طيب المادة دي يا عيني بعد ما فقدت الالكترونات بتاعتها زعلت، حزنت على فقد الكتروناتها، فبالتالي هنسميها عامل مختزل. يبقى المادة اللي هتفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي دي هسميها عامل مين؟ المختزل. يبقى خلي بالنا عملية الاكسدة تمام لما بتحصل الأكسدة دي معناها فقد إلكترونات. طب اللي عيني العنصر أو الذرة اللي فقدت الإلكترونات حزينة على فقدها فهنسميها عامل إيه؟ مختزل. طب بعد ما بتفقد إلكترونات بتتحول إلى أيون إيه؟ موجب، وهنشوف دلوقتي مع بعض بالأمثلة. يبقى تاني انا عندي مادة، المادة دي طبعا بتتكون من ذرات دخلت التفاعل الكيميائي فقدت الكترونات يبقى حصل لها اكسدة. طب يا عيني بعد ما فقدت الكترونات بقيت حزينة غلبانة كده سميناها عامل ايه؟ مختزل. وبعد كده اتحولت الى ايه؟ ايون موجب، اتحولت الى ايون ايه؟ موجب. خلاص. طيب دي بسميها عملية مين؟ الأكسدة، وطبعا هنشوف بالأمثلة. طب نيجي بقى عملية الاختزال عكس عملية الأكسدة، معناها إيه؟ إحنا قلنا الأكسدة دي فقد مين؟ إلكترونات، لكن عملية الاختزال معناها عملية اكتساب إلكترونات. اكتساب مين؟ الإلكترونات. يبقى خلي بالنا إحنا دلوقتي كان عندنا تمام، نتخيل كده اللي إحنا عندنا ولدين، ولد يا عيني فقد إلكتروناته، يعني الولد ده أخد من ده الإلكترونات بتاعته، فده سميناه يا عيني عامل ايه؟ مختزل، علشان هو حزين على الفقد. طب مين اللي اخد منه الالكترونات؟ ده، فبالتالي ده اكتسب الالكترونات فعمل عملية اختزال، فبالتالي سميناه عامل مين؟ مؤكسد. خلاص. يبقى تاني عملية الاختزال معناها اكتساب الكترونات، المادة اللي هتكتسب الكترونات بيحصل لها عملية مين؟ اختزال، اكتساب الكترونات. يبقى اذا عملية الاختزال لما اقول لك عرفها هتقول لي دي عملية كيميائية بتكتسب فيها ذرة العنصر الكترون او اكتر. طيب
الشخص اللي خد الالكترونات، اللي اكتسب الالكترونات، ده بسميه عامل مين؟ عامل مؤكسد. فرحان بقى علشان هو اكتسب مين؟ الكترونات. يبقى دايما وانت بتذاكر تبقى عارف ان العامل المؤكسد ده عامل ايه؟ عامل فرحان. ليه مادة فرحانة؟ ليه؟ لانها اكتسبت. يعني اكتسبت يعني حصل لها اختزال. خلاص، يبقى العامل المؤكسد دي مادة تكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طب عندي المادة لما بتدخل في تفاعل كيميائي وتكتسب الالكترونات، خدناها قبل كده، بتتحول الى ايون ايه؟ سالب. خلاص، يبقى التعريفات دول مهمين جدا جدا جدا، فهمناهم. تعالوا بقى نشوف امثلة بحيث الكلام ده يثبت في دماغنا. عندنا مثال معادلة كده اللي هو 2Na زائد Cl. انتوا طبعا المعادلة دي مش هتحفظوها ولكن احنا هنفهمها. ال 2Na ده معناها صوديوم، عنصر الصوديوم، وده عنصر الكلور. وبعد كده ادوني في النهاية 2NaCl كلوريد صوديوم. طيب تعالوا نمسك عنصر عنصر ونشوف ايه اللي حصل له. هنا يا جماعة قال لي ان احنا عندنا الصوديوم اللي هو ال 2Na. طبعا احنا عارفين زمان ان الصوديوم Na11، فلما نيجي نوزع الصوديوم ال11 هتبقى 2 8 ايه 1. فلما يدخل في تفاعل كيميائي هيفقد الالكترون بتاع المستوى الاخير وهيتحول الى ايون ايه موجب. اهو الصوديوم تمام دخل في التفاعل اتحول الى ايون موجب. ويعني اتحول الى ايون موجب يعني فقد الكترونات. يبقى هو كاتب لك زائد 2e ناقص او 2e سالب. طب ال 2e دي معناها الكترون، يبقى هو فقد ايه 2 الكترون. طب يا مس ده هو هنا واحد بس، ما خلي بالك احنا خدنا 2 من الصوديوم، يبقى انا عندي واحد من الصوديوم هيفقد الكترون والتاني هيفقد الكترون، يبقى 2. يبقى اول ما تشوف المعادله بالنظام ده، انا عندي ماده الصوديوم تمام دخلت في التفاعل اتحولت الى ايون موجب وفقدت كلمة زائد كذا، زائد 2 الكترون او 1 الكترون، يبقى ده معناها الكترونات مالها مفقودة. يبقى اذا الصوديوم ده يعني اللي هو ان ايه فقد الكترونات، يبقى ده زعل بقى، يبقى هسميه عامل ايه مختزل وحصل له ايه اكسدة. تمام. طب اكسدة معلش يعني ايه مس؟ اكسدة يعني فقد الكترونات. خلاص. طيب تعالوا نمسح دول كده ماشي علشان نأكد بس على ايه الحاجات دي عشان هي مهمة. يبقى انا عندي الصوديوم ده لما دخل في تفاعل كيميائي فقد مين؟ الكترونات. اهو الكترونات طلعت، ما كلمة زائد الكترون معناها الالكترونات يلا بره بقى طلعت فقدها ماشي. فلما فقدها زعل بقى، فده سميناه عامل مين؟ عامل مختزل. طب العامل المختزل ده يعني اللي فقد الكتروناته، عملية الفقد الالكترونات لما اتخذت منه دي سميناها عملية مين؟ اكسدة. واكسدة يعني فقد. خلاص. طيب ده مين؟ الصوديوم. تعالوا نشوف الكلور بقى. هو الصوديوم ده لما فقد الكتروناته مين خدت الالكترونات منه؟ الكلور. يبقى انا عندي الكلور ذرتين من الكلور Cl2 خدت الالكترونات بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم، اكتسبتها واتحولت الى ذره بقى Cla2. خلاص. يبقى انا الكلور اكتسب مين؟ الكتروناته، فالالكترونات من ال Na، يبقى اذا ده بسميه عامل مؤكسد. فرحان علشان اكتسب الكترونات. طيب العامل المؤكسد دايما بتحصل له عمليه مين؟ اختزال. اختزال يعني اكتساب الكترونات، اهو كاتبالك اختزال يعني اكتساب مين؟ الكترونات. طب يا مس بينا على الامثله علشان نفهم اكتر برضه. بنتخيل كده يا تالتة اعدادي جايب لك الامثله دي زي ما انت شايف كده ويقول لك اللي حصل ده اكسده ولا اختزال. طب تعالى نشوف. انا هنا عندي الاف اي موجب 2 يعني ايون الحديد موجب 2. نلاحظ ان هو بعد التفاعل ما خلص بايه اف اي موجب 3. الله. وفقد ايه؟ الكترونات. اولا فقد الالكترونات يبقى دي عمليه مين؟ اكسده. طيب انا ملاحظه ان هنا ايه موجب 2 وبعد كده بقيت 3 2 عدد الشحنات زادت، فاذا برضو ده عمليه مين؟ اكسده. خلاص. طيب تعالوا نشوف. انا هنا عندي ايون Cl سالب ماشي. الايون Cl سالب ده اتحول الى الذره وفقد الكترونات. شايفين فقد الالكترونات؟ يبقى اذا دي عمليه مين؟ اكسده. خلاص. يبقى اول ما نشوف الاي سالب او الالكترون سالب بره بعد السهم ده يبقى على طول عمليه مين؟ اكسده. طب انا هنا عندي الاكسجين كان ايه سالب 2 وهنا بقى اكسجين سالب 1 كده عدد بقى في نقص في مين؟ في الشحنات. وطبعا الكترون فقده يبقى اذا دي مين؟ اكسده. طيب انا هنا برضو عندي 2 بي ار سالب اتحولت الى بي ار 2 زائد 2 الكترون فقدتهم، يبقى دي عملت مين؟ اكسده.
خلاص. طيب تعالوا نشوف عملية الاختزال هو بيبقى ازاي. خلي بالنا في فرق بين لما يبقى الالكترون قبل السهم هنا، وفي فرق لما يبقى الالكترون بعد السهم. بعد السهم معناها ان في الكترونات طارت مشت، فقدناها، طلعت بره. ماشي. طب تعالوا نشوف هنا، انا عندي البي ار اكتسب الكترون، يعني خد الكترون. تمام. يبقى اذا ده عمليه مين؟ اختزال. ما هو اختزال يعني معناها ايه يا شباب؟ معناها اكتساب. طب حاجه تانية، انا هنا عندي السي يو موجب 2 واخد الكترون، يعني اكتسب الكترون، وبعد كده بيجي ايه؟ سي يو موجب واحده بس. يبقى هنا في نقص، كانت الاول موجب 2 بقى هنا موجب، وهنا في نفس الوقت اكتسبت الكترون. ما هي اكتسبت الكترون علشان تبقى ايه؟ حصل لها عمليه ايه؟ اختزال، يعني اكتساب. خلاص. طب هنا الليثيوم زائد الكترون، شايفين؟ ليثيوم زائد الكترون خد الكترون، يبقى دي عمليه مين؟ اختزال. وهنا برضو الN سالب 2 ايون النيتروجين السالب خد ايه بقى؟ اكتسب الكترون، يبقى اتحول الى Na سالب 3. عدد الشحنات السالبه زادت، يبقى اذا ده عمليه مين؟ اختزال. يبقى اختزال معناها ايه؟ اكتساب. خلاص. طيب المادة اللي حصل لها عملية اختزال سميناها ايه؟ بالمادة الفرحانة، اللي هو العامل مين؟ المؤكسد. وعامل مؤكسد يعني ايه؟ يعني مادة اكتسبت الكترون او اكثر. خلاص كده يا شباب. فدي من ضمن الحاجات اللي ايه تجي لك في الامتحانات. عرفت تفرق ما بينهم؟ تعال نشوف اللي بعد كده. طيب تعالوا مثلا يجيب لك معادلة زي كده ويسألك العامل المؤكسد هو ايه والعامل المختزل هو ايه. طيب تعالوا كده، احنا المس اسماء قالت لنا العامل المؤكسد ده عامل فرحان. عامل فرحان يعني اكتسب الكترونات، ولما بيكتسب الكترونات بيتحول الى ايون ايه؟ سالب. طب العامل المختزل، العامل المختزل ده يا عيني زعلان، فقد مين؟ الكترونات، ولما بيفقد الكترونات بيتحول الى ايون ايه؟ موجب. طب تعالوا نشوف هنا، انا عندي الام جي زائد سي ال 2، ام جي موجب 2 وال2 سي ال ايه؟ سالب. تمام. طيب فين هنا الايون اللي احنا عايزين؟ العامل المؤكسد. العامل المؤكسد زي ما اتفقنا ان هو فرحان اكتسب الكترونات وتحول الى ايون سالب، يبقى اذا السي ال 2 سوري 2 سي ال. تمام. يبقى ده عامل ايه؟ مؤكسد. طب العامل المختزل يعني بيفقد الكترونات، يعني بيتحول الى ايون موجب، يبقى الام جي موجب ايه؟ 2. خلاص. ده من ضمن ايه؟ الامثله. تعالوا بقى نشوف المفهوم الاكسده والاختزال على حسب المفهوم التقليدي بقى. طيب تعالوا بقى يا تالتة اعدادي نشوف الاكسده والاختزال حسب المفهوم التقليدي. وطبعا في الامتحان بيجيب لك معادله زي كده. تمام. المعادله دي وفي معادله تانية انا هديها لكم، بيجيب لنا النظام المعادله زي كده من غير ما يدينا ايونات بقى، من غير ما يدينا اي حاجه. ولكن طبعا احنا خلاص عرفنا المفهوم الالكتروني ايه. خلاص. هيجيب لك ايونات، هيجيب لك الكترونات مفقوده، الكترونات تكتسبها، وهكذا. طيب لما تبقى في زي كده معادله زي كده، اول حاجه لما تجيلك معادله زي كده ويسالك بقى عمليه الاختزال ايه؟ عمليه الاكتساب ايه؟ طب فين العامل المختزل؟ طب فين العامل المكتسب؟ حدده، والكلام ده كله. المؤكسد حدده، وهكذا. طب نعمل ايه اول حاجه يا مس؟ اول حاجه تبص في المعادله وتفهمها. تبص في المعادله ايه وتفهمها. تعالوا نشوف. انا هنا عندي ال H2 تمام زائد ال CuO، المادتين دول حصل لهم ايه؟ تفاعل كيميائي، تفاعلوا مع بعض. طب في النهايه ادوني ناتج. الناتج ايه؟ ال Cu. الله، طب ما ال Cu هنا كان معاها اكسجين، لا خلاص الاكسجين ما بقاش معاها، اتنزع منها، اتاخد منها. خلاص. طيب ال H2، الله، ال H2 ده هو اللي خد مين؟ الاكسجين. خلاص فهمنا. يبقى انا كان عندي مادتين اتفاعلوا مع بعضيهم، فاكتشفت ان في ماده فقدت الاكسجين. الاكسجين نسبته فيها قلت، وفي ماده الله نسبه الاكسجين فيها ايه؟ زادت. فاذا يا تالتة اعدادي انا هنا عندي ماده وحشه. الماده الوحشه دي نجيب القلم في عندي في المعادله دي، او في عندي في التفاعل ماده وحشه. الماده الوحشه دي خدت الاكسجين من الماده الثانيه، انتزعت الاكسجين. يبقى الماده التي تنتزع الاكسجين اثناء التفاعل الكيميائي دي بسميها عامل مختزل. خلاص. يبقى العامل المختزل هنا في التفاعل في الاكسده والاختزال حسب المفهوم التقليدي ده عامل مختزل وحش. ليه وحش؟ عشان هو خد الاكسجين من مين؟ من الماده الثانيه. خلاص. انتزع الاكسجين من الماده الثانيه. طب في معادلات تانية ممكن تمنح الاكسجين، يعني هي اللي بتدي الاكسجين. تمام. يبقى اذا العامل المختزل يبقى ايه؟
خد الاكسجين من مين؟ من المادة التانية اثناء التفاعل مين؟ الكيميائي. طيب لما خد الاكسجين من المادة التانية في نهاية التفاعل حصل له ايه؟ نسبة الاكسجين زادت عنده، نسبة الاكسجين زادت، فبالتالي يبقى دي عملية اكسدة. يبقى كلمة عملية أكسدة معناها إيه؟ معناها إن اللي بيعملها ده عامل مختزل، عامل مختزل وحش، بياخد الأكسجين أهو، خد الأكسجين من المادة، أو في تفاعلات تانية بيدي هيدروجين. خلاص، خد الأكسجين أو نزع الأكسجين من مين؟ من المادة التانية. يبقى إذا العامل المختزل الوحش ده بعد ما زادت نسبة الأكسجين عنده يبقى كده بسميها عملية إيه؟ أكسدة. يبقى كلمة أكسدة معناها زيادة نسبة مين؟ الأكسجين. تالت اعدادي خلاص نتفق كده على حاجة، يبقى خلاص اتفقنا اني نشوف المعادلة ونشوف بقى، تعالوا نجيب القلم نشوف المعادلة بتاعتنا الاول ونشوف مين المادة اللي اخدت الاكسجين. المادة دي اخدت الاكسجين ده، فتكونت المادة دي. ده اخد الاكسجين يعني انتزع الاكسجين من المادة دي، يبقى اذا ده وحش ظالم، اخد الاكسجين منها. تمام، يبقى ده اسميه عامل مختزل. وطبعا العامل المختزل بتحصل له عمليه اكسده. وكلمه عمليه اكسده معناها ايه؟ معناها ان الماده دي نسبه الاكسجين زادت فيها. خلاص، ما هي كانت وحدها هنا، لكن هنا في النهايه اتكونت ايه؟ ميه، يعني الاكسجين زاد في الماده دي. خلاص، يبقى اذا العامل المختزل دايما بيحصل له عمليه مين؟ اكسده. طب نيجي بقى لعمليه الاختزال. احنا دلوقتي تعالى نمسح دي. الماده دلوقتي لما جه الهيدروجين اخد الاكسجين من الماده دي، الماده دي رفضت؟ لا، ما رفضتش. فايه عملت ايه؟ قالت له تفضل الاكسجين. تفضل مين؟ الاكسجين. يبقى ده عامل طيب، يعني شخص طيب، ماده طيبه ادت الاكسجين، يعني اعطت مين؟ الاكسجين. يبقى الماده دي اعطت الاكسجين لمين؟ للماده دي، يبقى اسميها عامل مؤكسد. يبقى العامل المؤكسد دي مادة بتمنح الأكسجين أو تعطي الأكسجين أثناء التفاعل مين؟ الكيميائي. طب هي يعني بعد مادة الأكسجين إيه اللي حصل؟ اتكون في نهاية التفاعل مادة، بس المادة دي نسبة الأكسجين قلت فيها، نقصت فيها. يبقى دي بقول عليها إيه؟ اختزال. تمام، يبقى العامل المؤكسد اللي هو الطيب اللي ادى الأكسجين أو أعطى الأكسجين ليه المادة التانية دي بقول عليها عامل مؤكسد. تمام، يعني مادة بتمنح الأكسجين أو تعطي الأكسجين. طيب العامل المؤكسد بيحصل له اختزال. اختزال يعني إيه؟ يعني عملية الاختزال يعني إيه؟ يعني عملية نتج عنها إيه؟ نقص الأكسجين. هل في أكسجين هنا؟ لا، مفيش، يبقى الأكسجين نقص في المادة دي. تمام. طب يا مس معلش ادينا ايه مثال عشان نفهم اكتر يعني. اوكي، مفيش مشكله. ادي معادله تانية. يبقى اول حاجه انا قلت لكم المعادله تعملوا ايه؟ نقراها ونشوف نفهمها ايه اللي فيها. طيب تعالوا نشوف. انا كان عندي 2CuO زائد C، ده اكسيد نحاس، زائد C اللي هو كربون. طب تعالوا نشوف ايه اللي حصل للماده دي. الماده دي بقت 2CuO. ايه ده كان فيها اكسجين، والاكسجين في الناتج ايه؟ قل. الله، يبقى ده بسميه ايه؟ عامل مؤكسد، عامل طيب. يبقى ايه؟ عامل طيب. يبقى اذا كان عنده اكسجين، والاكسجين في النهايه ايه؟ ما بقاش موجود عنده. تمام، يبقى ده العامل المؤكسد دايما بتحصل له عمليه مين؟ اختزال. يبقى هنا هنا في اكسجين؟ لا، ما فيش، يبقى الاكسجين قل او نسبته قلت، نقصت يعني. تمام. طيب امال لما الماده دي الاكسجين بتاعها قل، امال الاكسجين ده راح لفين؟ الاكسجين ده راح للماده دي. يبقى اذا الماده دي هي اللي نزعت مين؟ الاكسجين. يبقى شايفين السي هنا كانت وحديها صح؟ في النهايه نلاقي ان السي نسبة الأكسجين فيها زادت. الله، يبقى ده بسميه إيه؟ بسميها عملية أكسدة. يبقى كلمة أكسدة جاية من أكسجين، يبقى نسبة الأكسجين زادت. يبقى السي دي هسميها عامل مين؟ عامل مختزل. خلاص، يبقى أكسيد النحاس اللي هو CuO ده حدثت له عملية إيه؟ أهو اختزال، يبقى تعتبر عامل مين؟ مؤكسد. طب الكربون اللي هو السي، الكربون السي ده كان وحديه، وفي النهاية لقينا معاه أكسجين، يبقى ده وحش، ده خد الأكسجين من المادة التانية، يبقى ده بسميه عامل مختزل. عامل مختزل يعني عامل وحش، خد الأكسجين، نزع الأكسجين. تمام. وطبعا طالما هو عامل مختزل يبقى حصل له عملية مين؟ أكسدة. أكسدة يعني نسبة الأكسجين زادت فيها. نيجي سنة تالتة إعدادي للدرس التاني،
اللي هو سرعة التفاعلات الكيميائية. عندنا مواد بنفعلها مع بعض، المواد اللي هنفعلها مع بعض تركيزها عالي في بداية التفاعل، وبمرور الزمن هنلاقي تركيزها يبتدي يقل وتركيز المواد اللي نتجت جديد، المواد اللي اتكونت جديد تركيزها عالي. تعالوا نشوف المنحنى ده لأن هو منحنى في منتهى الأهمية. خلي بالنا أنا هنا عندي العلاقة ما بين التركيز ما بين الزمن، ما بين التركيز ما بين مين؟ الزمن. طب تعالوا نشوف المنحنى اللي بيمثل اللون الأحمر ده. انا عندي مواد كان تركيزها عالي، بمرور الزمن ابتدى تركيزها يقل، يبقى دي بتمثل متفاعلات ولا نواتج؟ برافو عليك، بتمثل مين؟ متفاعلات. يبقى المنحنى اللي هو رقم 1 اللي هو بالمنظر ده بيمثل مين؟ متفاعلات. يبقى تركيز المتفاعلات في بداية التفاعل خالص بيبقى كام في المية؟ 100%. كل المواد اللي عندي مواد هتتفاعل مع بعض. طيب بمرور الزمن بقى هتبتدي التفاعل ايه؟ يخلص وينتهي وتطلع المواد الجديدة، المواد الناتجة. يبقى شايفين المنحنى اللي اتكون ده اهو في العكس، يبقى ده اول مادة ناتجة. طيب المنحنى التاني ده تاني مادة نتجت. طب نتخيل ان احنا استخدمنا عامل حفاز في التفاعل او عامل مساعد. العامل الحفاز او العامل المساعد دايما بيمثل بخط مستقيم بالمنظر ده. يبقى طبعا المنحنى ده احنا بنشرحه كده بس عشان افهمه لكم، ولكن احنا هناخد امثله عليه دلوقتي عشان تفهموه اكتر واكتر. طيب خدنا برضو تجربتين كده وقلنا ان في حاجات بتاثر في سرعه التفاعل الكيميائي، في عوامل بتؤثر في سرعه التفاعل الكيميائي. تعالوا نشوف. فاكرين التجربه؟ طبعا احنا هنشوفها برضو تاني دلوقتي. التجربه بتاعت الدورق ده ونحط فيه براده الحديد والحديد والكلام ده. هو المعادله بتاعته انا عندي حديد Fe وحطيناه في حمض الهيدروكلوريك. ايه اللي بيحصل؟ الحديد هيحل محل مين؟ الهيدروجين. يبقى الهيدروجين هيطلع بره، اتكل على الله بره. يبقى Fe هيجي جنب مين؟ Cl. طب Cl قدامها 2، يبقى اكتبها هنا ولا هنا؟ هكتبها هنا يا مس، ما ينفعش اكتبها هنا. خلاص. يبقى انا عندي الحديد لما اتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ادتني كلوريد حديد وغاز مين؟ الهيدروجين. خلاص. طيب خلي بالنا انا كاتبه لكم الملاحظه. قطعه الحديد لما انت يبقى عندك قطعه كده كامله على بعضيها بتتفاعل ببطء، تمام؟ طيب مع الحمض. لكن براده الحديد المتفتت كده حتت هتتفاعل مين؟ بسرعه مع حمض الهيدروكلوريك مين؟ المخفف. وخلي بالنا ممكن يجيب لك ليه؟ هنقول طبعا لان احنا خدنا ان مساحة السطح المعرض للتفاعل بيأثر في سرعة التفاعل، فكل ما مساحة السطح المعرض للتفاعل زاد كل ما سرعة التفاعل زادت. فانا عندي برادة الحديد عندي مساحة السطح كبيرة، التفاعل هيحصل بسرعة فيها، لكن القطعة مساحة السطح مالها صغنون. طيب عندي برضو عندي المغنيسيوم وعندي حمض الهيدروكلوريك. ادي مغنيسيوم Mg زائد حمض الهيدروكلوريك، واداني ايه بقى؟ الMg هتحل محل مين؟ الهيدروجين. يعني الهيدروجين ده على طول الناس طرداه، يبقى هيطلع ايه بره على هيئه غاز. يبقى الMg هتقعد جنب مين؟ الCl. طب الCl قدامها 2، يبقى الاتنين تتكتب هنا. خلاص. طبعا في المعادله دي بتعبر عن التجربه لما استخدمنا مغنيسيوم وحمض هيدروكلوريك مخفف وحمض هيدروكلوريك مركز. تمام؟ نخلي بالنا من الاثنين دول. طيب تعالوا بقى نشوف اسئله على الدرس الاول واسئله على الدرس الثاني علشان نحاول بقدر الامكان نهضم الدرسين، وبالتالي كده نكون انتهينا من الوحده كلها ان شاء الله. طيب تعالوا كده يا تالتة اعدادي نشوف منحنى كده ونشوف ازاي بيجي لنا في الامتحان. بيقولك ادي جايب لك المنحنى، بيقولك المعادله التاليه. تعالوا نجيب القلم. المعادله التاليه اللي هي دي بتوضح تفكك خامس اكسيد النيتروجين، يدينا المادتين دول. بيقولك الشكل المقابل اللي هو المنحنى ده بيوضح معدل التغير في تركيز المواد المتفاعله والناتجه بمرور الزمن. فهو عايزك تكتب اسم المركب اللي بيشير اليه كل رقم. طب تعالوا نشوف. انا هنا عندي ادي المنحنى، وعندي اللي هو الماده اللي هي الاولانيه دي سميناها ايه؟ برافو، سميناها متفاعلات. طب فين المتفاعلات؟ دول ولا دول؟ برافو عليك. يبقى الماده دي هتبقى رقم 1، دي تمثل ايه؟ المتفاعلات. تكتب له مثلا المتفاعلات، ولازم تكتبها له كده زي ما هو جايبها له. طيب تعالوا نشوف. انا عندي هنا النواتج، دول النواتج. طيب انا هنا عندي المنحنى رقم 3 والمنحنى رقم 2. طب مين ظهر في البدايه؟ اللي هو المنحنى ده. طب ده بتمثل اي ماده؟ الماده دي ولا الماده دي؟ احسنت، يبقى رقم 3 بتمثل الماده ايه دي.
طيب المنحنى التاني بيمثل المادة اللي نتجت التانية، المادة التانية اللي نتجت. طب في هنا عامل حفاز احنا استعنا بيه؟ لا. ليه؟ لان لو كان فيه كان جايب لك ايه خط زي كده. طيب نتخيل كده ان هو يجيب لك نفس المنحنى ويقول لك مثلا عندك مادة زي كده 2H2O، المادة دي انحلت تمام الى ماء واكسجين. فبيقول لك المنحنى رقم 1 هيمثل ده ولا ده؟ خلاص دي مادة المتفاعلات، يبقى دي المنحنى رقم 1 او يمثلها. طب مين اللي ظهر الاول عندي؟ المادة دي، يبقى يمثلها المنحنى ده. طب المادة اللي نتجت المادة التانية دي يبقى يمثلها المنحنى ده. استخدمنا هنا عامل حفاز في المعادلة او في التفاعل؟ لا، يبقى هنا مفيش عامل ايه حفاز. خلاص، ودي بيجي لك بالمنظر ده في الامتحان. نبدأ بقى يا تالتة اعدادي. طبعا احنا خلاص كده عرفنا كل انواع التفاعلات. تعالوا نشوف الاسئلة ونركز عليها. يجيب لك مثلا زي كده يقول لك انظر الى الشكل التالي مثلا، وعجب جايب لك اكسيد الزئبق وبيسخنها. بيقول لك ما نوع التفاعل في الشكل المقابل؟ طبعا نوع التفاعل تفاعل ايه؟ برافو، تفاعل انحلال حراري. هو حد يقول انحلال بس لازم تكتب كلمة حراري. طب ماذا يحدث للون اكسيد الزئبق عند تسخينه؟ طبعا اكسيد الزئبق اللي هو HGO اللي هو لونه احمر، لما بنسخنه يتحول الى اللون ايه؟ احسنت، يتحول الى اللون الفضي. خلي بالنا من دي. طيب ما اسم الغاز الناتج؟ الغاز الناتج غاز الاكسجين. طب كيف يمكن الكشف عنه؟ عرفنا ازاي بنكشف عنه. طب ممكن يغلس عليك ويقول لك اكتب لك المعادله. طيب منا ما اكتب انا المعادله، ما تكتبها كده في الكومنتات وتشوف حافظها ولا لا. يبقى انا عندي ال 2HGO هتنحل بالحراره، لازم نكتب على السهم مثلث، تتحلل ل 2HG اللي هي الماده اللي لونها فضي بس، والاكسجين يتصاعد. كتبتها اسرع مني. شوف السؤال اللي بعد كده، جايب لك رسمه برضو، كاتب لك هيدروكسيد نحاس ازرق. يا بيدلعك والله، كاتب لك هيدروكسيد نحاس وجايب لك اللون. يقول لك ماذا يحدث للون هيدروكسيد النحاس الازرق وبما تفسر ذلك؟ طبعا هيدروكسيد النحاس الازرق لما ده طبعا لونه ازرق، لما هينحل بالحراره لان فيه لهب، هيتحول الى ايه؟ برافو، يتحول الى CuO اللي هو لونه اسود. وايه كمان اللي هيطلع؟ برافو، هيطلع بخار ماء. طيب ايه بتفسر ليه لون النحاس اتغير؟ بسبب انحلال مادة هيدروكسيد النحاس الزرقاء الى اكسيد نحاس سوداء وبخار ماء. طيب نيجي للسؤال، يجيب لك مثلا مادة نترات الصوديوم اللي هي بيضاء، ويقول لك عند وضع نترات الصوديوم بيضاء اللون في انبوبة اختبار تم تسخينها، ماذا تلاحظ؟ هتلاحظ ايه؟ برافو عليك، يبقى تلاحظ تكون مادة صفراء اللون، ابيض مصفر، مادة ابيض مصفر. طيب المادة المتكونة ايه هي؟ المادة المتكونة اللي هي نيتريد صوديوم اللي هي لونها ايه؟ ابيض مصفر. طب الغاز المتصاعد ايه؟ احسنت، اللي هو غاز مين؟ الاكسجين. فبالتالي معرفتك للمعادلة هتخليك تحل اي حاجة. طيب يقول لك ايه؟ ينتج عن الانحلال الحراري لكربونات النحاس. طبعا كربونات النحاس اللي هو مين؟ CO3 اللي هي خضراء زي ما انت شايف. بينتج عنها مادة لونها ابيض لما تنحل بالحرارة، صح ولا لا؟ طب تعالوا نشوف. CO3 هتنحل بالحرارة تديني CuO، دي مادة لونها ايه؟ اسود، يبقى اذا دي ايه؟ العبارة دي غلط، مش هتديني مادة بيضاء، هتديني مادة لونها ايه؟ اسود. طبعا هتديني ثاني اكسيد الكربون، ده غاز. طيب تعالوا نشوف. بيقول لك ايه قدامك؟ كبريتات النحاس الزرقاء. بيقول لك يفسر ظهور لون اسود عند تسخينها. يعني انا كبريتات النحاس الزرقاء دي لما بسخنها بتديني لون اسود. طب ليه؟ ممكن يجيبها لك علل، او ممكن يجيبها لك صح او خطا او اختر اي حاجه. يبقى تقول له ايه؟ لان كبريتات النحاس الزرقاء انحلت بالحراره وكونت ماده اكسيد النحاس السوداء. خلاص، عايز تكتب له المعادله بقى وتقول له على التفاصيل، مفيش اي مشكله. طيب نيجي كده لتالتة اعدادي لأكمل. وخلي بالنا انا جايبه لك اكمل بس يجيب لك بكذا طريقه. تمام. طيب تفاعلات نقط يتفكك فيها المركب بالحراره الى مكوناته البسيطه. تفاعلات ايه؟ احسنت، تفاعلات الانحلال الحراري. الانحلال ايه؟ الحراري. طب الماده التي تفقد الكترون او اكثر اثناء تفاعل كيميائي، وانا قلت لك من شويه طالما قال لك الماده يبقى يقصد بيها اما عامل مؤكسد او عامل مين؟ او عامل مختزل.
طب مادة هنا فقدت الكترون او اكتر، يبقى دي سميناها ايه؟ برافو، عامل مين؟ مختزل. يبقى المادة اللي بتفقد بسميها عامل ايه؟ مختزل. طب بيحصل لها إيه؟ العملية اللي بتحصل لها بنسميها عملية ايه؟ أكسدة. نخلي بالنا. يبقى العملية لما يقول لك عملية يبقى تقول له كده يا إما عملية أكسدة يا إما عملية مين؟ اختزال. لكن لو قال لك المادة يبقى تكتب يا عامل مؤكسدة وعامل مين؟ مختزل. طب هنا قال لك مادة بتفقد الكترون او اكتر، يبقى ايه؟ دي يبقى اذا عملية مين؟ عملية اكسدة. ليه؟ لان المادة اللي هتفقد سميناها عامل مختزل، والعامل المختزل بيحصل له عملية مين؟ اكسدة. يبقى دي بسميها عملية مين؟ اكسدة. طب تفاعل حمض وقلوي لتكوين ملح وماء يعرف بتفاعل مين؟ احسنت، تفاعل التعادل. طب المادة اللي بتعطي الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين، مادة يعني بتدي الأكسجين، مادة طيبة حنينة، يبقى دي بسميها عامل مين؟ برافو، عامل مؤكسد. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ هيدروكسيد النحاس. نجيب القلم. هيدروكسيد النحاس مين عارف رمزه؟ برافو عليكم، اللي هو CuOH لكل 2. طيب هيدروكسيد النحاس ده بينحل بالحرارة إلى ايه وإيه؟ برافو، يبقى ده بينحل بالحرارة بيديني CuO اللي هو مين؟ أكسيد النحاس. وبيديني ايه كمان؟ مين شاطر يقول؟ برافو، يديني البخار ماء. يبقى ايه؟ بخار ماء اللي هو ايه؟ H2O. خلاص. طيب تعالوا نشوف المركبات التساهمية تكون تفاعلاتها ايه؟ بطيئة ولا سريعة يا تالتة اعدادي؟ برافو، تكون تفاعلاتها ايه؟ بطيئة. طب لو قلت لك علل ليه تفاعلاتها بطيئة المركبات التساهمية؟ لأن عند ذوبانها في الماء لا تعطي أيونات، علشان كده تفاعلاتها ايه؟ بطيئة. طب مين بقى تفاعلاتها سريعة؟ أحسنت، المركبات الأيونية. ليه؟ علل ليه؟ لأن عند ذوبانها في الماء تعطي أيونات. تمام؟ طب رقم 8 بيقول لك ايه؟ التغير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة في وحدة الزمن بنعرفها بإيه؟ برافو، بنعرفها بسرعة التفاعل الكيميائي. تالتة إعدادي بيقول لك في بداية التفاعل الكيميائي تكون نسبة المتفاعلات ايه؟ لسه قايلين من شوية. برافو، 100%. دي أسئلة امتحانات، خلي بالك. طيب رقم 10 بيقول لك ايه؟ سرعة تفاعل المركبات الأيونية نقط سرعة التفاعل المركبات التساهمية. برافو، يبقى أكبر من سرعة التفاعلات ايه؟ سرعة تفاعلات المركبات التساهمية أو أسرع منها. طيب رقم اللي بعد كده بيقول لك مادة تزيد من سرعة التفاعل دون أن تدخل في التفاعل، يعني أنا جاي أقضي مصلحة ومليش دعوة بحاجة. يبقى سميناها إيه؟ برافو، يبقى سميناها العامل الحفاز. عامل مين؟ الحفاز أو المساعد، بس لازم تكتب عامل حفاز. طب رقم 12 أثناء التفاعل الكيميائي يقل تركيز إيه في حين يزداد تركيز إيه بمرور الزمن؟ برافو، تركيز المتفاعلات بمرور الزمن هيقل. طب تركيز ايه اللي هيزيد بقى؟ تركيز النواتج. يبقى انا عندي متفاعلات بمرور الزمن، المتفاعلات المادة اللي كانت كبيرة كده بيتفاعلوا مع بعض هتبتدي تقل، وبالتالي تظهر بقى المواد ايه؟ الجديدة الناتجة، فبالتالي تركيزها هيبتدي ايه؟ يزيد. طب رقم 13 عند تسخين نقط ينتج اكسيد الفلز وثالث اكسيد الكبريت. طب اكسيد الفلز اللي هو CuO وثالث اكسيد الكبريت اللي هو SO3، يبقى ايه المادة اللي انا عملت لها انحلال حراري وادتني دول؟ يا مس طب انا مش عارف. خلي بالك عندك ثالث اكسيد الكبريت، يبقى CuSO4 اللي هو كبريتات مين؟ النحاس. السؤال اللي بعد كده تالتة اعدادي رقم 14 بيقول لي التفاعلات نقط هي التفاعلات الكيميائية التي يحل فيها عنصر محل عنصر اخر اقل منه نشاطا في مركب اخر. دي طبعا تفاعلات الاحلال. خلاص. طيب رقم 15 مهم جدا 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 فوق ما تتخيل. يقول لك ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب نشاطها الكيميائي بنسميها ايه؟ برافو، متسلسلة النشاط الكيميائي. بس خلي بالك، فاكر انا دلوقتي كنت هقول ايه؟ ترتيبا تصاعديا. طب افرض جالك الجملة دي كلها وقال لك كلمة تصاعديا تبقى ايه؟ تبقى غلط طبعا، لان متسلسلة النشاط الكيميائي انا برتب فيها العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب نشاطها ايه؟ الكيميائي. طب رقم 16 سرعة التفاعلات الكيميائية داخل جسم الانسان نقط في وجود الانزيمات. جسمنا لما يبقى فيه انزيمات يبقى التفاعلات اللي بتحصل جوانا هتبقى سريعة ولا بطيئة؟ برافو، يبقى تبقى اسرع طبعا في وجود مين؟ الانزيمات. طب الانزيمات مش موجودة يبقى سرعة التفاعلات الموجودة جوه جسمنا تبقى ايه؟ بطيئة. طب رقم 17 توجد علبة معدنية أو علبة معدنية في السيارات الحديثة بنسميها إيه؟ العلبة المعدنية اللي بتخلصنا من الغازات الضارة دي قبل ما تخرج بقى للجو.
برافو، بنسميها المحول الحفزي. وحد دلوقتي يقول لي ايه هي فايدة المحول الحفزي؟ طيب اهو قدامك طبعا معالجة الغازات الضارة قبل ايه خروجها. طيب رقم 18، المركبات الأيونية توجد في محللها على هيئة ايه؟ يعني المركبات الأيونية لما ندوبها في المية هتبقى محلول، يبقى توجد على هيئة ايه؟ من اسمها توجد على هيئة ايه؟ أيونات. ولكن المركبات التساهمية فتوجد محللها على هيئة ايه؟ تبقى موجودة على هيئة ايه؟ جزيئات. يبقى نخلي بالنا من ده. يبقى المركبات التساهمية في محللها موجودة على هيئة جزيئات، لكن الأيونية المركبات الأيونية موجودة على هيئة ايه؟ أيونات. طب تنتج البطاطا انزيم ايه؟ خلي بالك الانزيم ده مهم جدا، الذي يزيد من سرعة تفكك مركب ايه؟ البطاطس موجود فيها انزيم ايه؟ برافو، انزيم الاكسيديز. طب انزيم الاكسيديز بيزيد من سرعة تفكك مركب ايه؟ برافو، فوق اكسيد الهيدروجين. فوق اكسيد مين؟ الهيدروجين. اللي هو ايه فوق اكسيد الهيدروجين؟ اللي هو اللي احنا كاتبينه من شويه 2H2O. طب ده لما ينحل بيديني ايه؟ برافو، بيديني الماء وبيديني ايه كمان؟ برافو، غاز الاكسجين. لان في الامتحان هيسالك الغاز الناتج ايه، يبقى تقول له ممكن كده يا تالتة اعدادي يصدمك بسؤال في الامتحان يقول لك ما العوامل المؤثره في سرعه التفاعل الكيميائي. طبعا احنا خدنا 5 عوامل هنشوفهم دلوقتي لان هما مهمين، وممكن يجيبها لك بالنص كده ايه هي العوامل، فحضرتك تكتب له ال5. وممكن يجيب لك اسئله متنوعه كتيره جدا جدا زي ما هنشوف. يلا بينا. زي ما انت كده شايف في ثالثه اعدادي العوامل المؤثره في سرعه التفاعل الكيميائي، اول حاجه هناخدها اللي هي طبيعه المتفاعلات. طبيعه ايه؟ المتفاعلات. يبقى لو جاب لك السؤال بالطريقه دي كده اول حاجه تكتب له طبيعه مين؟ المتفاعلات. طب انت عايز تشرح يعني ايه طبيعه المتفاعلات؟ اوكي مفيش مشكله. عايز تختصر وتقول له العوامل اللي بتاثر في التفاعل الكيميائي سرعه التفاعل الكيميائي كذا 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 كذا، مفيش اي مشكله. طيب طبيعه المتفاعلات، يعني ايه طبيعه المتفاعلات؟ لانها بتيجي بصيغ اسئله كتيره جدا. احنا خدنا ان سرعه التفاعل الكيميائي في المركبات الايونيه بتبقى اسرع من المركبات التساهميه، وعرفنا ليه. خلاص. طب نيجي لتاني حاجه بتاثر في سرعه التفاعل الكيميائي، هي تركيز المتفاعلات. يعني ايه تركيز المتفاعلات؟ يعني تركيز المواد المتفاعله لما يزيد هلاقي ان سرعه التفاعل الكيميائي حصل له ايه؟ زادت برضه. طب ليه؟ ممكن يجي لك في الامتحان يعني ليه كلما زاد تركيز المواد المتفاعله زادت سرعه التفاعل؟ ممكن يجيبها لك علل، او ممكن يجيبها لك بكذا طريقه. هتقول له ليه؟ لان كلما زاد عدد التصادمات بين جزيئات المواد المتفاعله زاد سرعه مين؟ التفاعل. كانك ماشي كده في طريق زحمه في ناس كتير، جزيئات كتير، فبالتالي التركيز بتاع الجزيئات بتاع المواد المتفاعله تبقى ماله كتير، تركيز الناس كتير. خلاص. يبقى كل ما عدد التصادمات زاد بين جزيئات المواد المتفاعله، لان المواد المتفاعله بتتكون من جزيئات، فكل ما الجزيء ده يصدم في ده وده يصدم في ده والتركيز بتاع عدد التصادمات زاد، يبقى انا كده سرعه التفاعل بتاعي ايه؟ هتزيد. ودي ممكن تجيلك بكذا طريقه. يبقى اول حاجه هتكتب له والله طبيعه المتفاعلات، تاني حاجه تركيز المتفاعلات. خلاص شكرا. بس انا كاتبه لك هنا حاجات بالتفصيل لانها هتيجي لك في الامتحان. طيب من الحاجات برضو اللي بتأثر في سرعة التفاعل الكيميائي هي درجة الحرارة، درجة حرارة التفاعل. واحنا عرفنا ان سرعة التفاعل الكيميائي بتزداد بزيادة درجة حرارة مين؟ التفاعل. هنشبهها كده بالطبيخ. حضرتك كده لما تعلي النار على الاكل اللي انت بتعمله، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الاكل هيطيب بسرعة. خلي بالنا اوعى يتحرق. تمام. يبقى انا عندي سرعه التفاعل الكيميائي بتزداد بزياده ايه؟ درجه الحراره. ممكن اقول لك ليه يعني بتزداد بزياده درجه الحراره؟ هتقول لي بسبب زياده سرعه جزيئات المواد ايه؟ المتفاعله، وبالتالي عدد مين؟ التصادمات هيزداد. لما درجه الحراره تزيد سرعه الجزيئات هتزداد، وبالتالي لما الجزيئات سرعتها تزداد ده هيضرب في ده وده هيضرب في ده، بالتالي التصادمات ايه؟ تزداد. طيب من ضمن الحاجات المهمه جدا 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 يا تالتة اعدادي واللي هيجيبها لك بكذا طريقه هي العوامل الحفازه او العوامل المساعده. وعرفنا مع بعض ان العوامل الحفازه او المساعده دي فايدتها ان هي بتزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. طيب هل كل العوامل الحفازه بتزيد من سرعه التفاعل الكيميائي؟ قال لنا لا. انا عندي نوعين من التفاعل، عندي تفاعلات حفز سالب وتفاعلات حفز ايه؟ موجب. ومن اسمها تفاعلات حفز سالب يعني ايه؟ يعني انا هستخدم عامل حفاز في التفاعل ده. العامل الحفاز ده بيعمل ايه؟ بيخفض او يقلل من سرعه التفاعل.
تمام. يبقى لو ممكن يعني شايف المقارنه دي ممكن تيجي لك اكتب مصطلح علمي، او ممكن تيجي لك اختر صوب ايا كان. يبقى في تفاعلات الحفز السالب، التفاعلات العامل الحفاز فيها بيقوم بايه؟ بخفض ولا رفع سرعه التفاعل؟ برافو، بخفض. طيب الموجب بقى لا، ده انا العامل الحفاز هنا هيخلي سرعه التفاعل اللي يحصل لها ايه؟ تزداد. تمام. طيب طبعا احنا واخدين مثال اللي هو ثاني اكسيد المنجنيز، ده مهم جدا جدا علشان ممكن يجيبوا لك اذكر لي مثال لعامل حفاز، فتقول له ثاني اكسيد المنجنيز. طيب خلي بالنا احنا خدنا انزيم الاكسيديز لسه قايلينه من شويه. انزيم الاكسيديز اللي هو بيبقى موجود في مين؟ في البطاطا، ده بيعمل برده كعامل مين؟ حفاز. بس خلي بالنا انا عندي العوامل الحفازه او المساعده دي مواد كيميائيه. يعني ثاني اكسيد المنجنيز ده هل هنلاقيه في اجسام الكائنات الحيه؟ لا، انا هلاقيه في المعمل، مواد كيميائيه. لكن الانزيم اللي في البطاطا ده انزيم طبيعي ربنا خلقه موجود جوه مين؟ البطاطا. طبعا احنا البني ادمين فينا انزيمات لا تعد ولا تحصى. طيب تعالوا لحاجه مهمه جدا جدا يا تالتة اعدادي، عايزاكم تخلوا بالكم منها لانها بتيجي كتير جدا في الامتحان. ايه هي بقى؟ احنا اخدنا ان العوامل الحفازه او العامل الحفازه بيبقى ليها صفات، الصفات دي هيسالك فيها في الامتحان. طيب اول حاجه ان كتله العامل الحفاز بتظل ثابته بعد انتهاء التفاعل. يعني انا دلوقتي بدا التفاعل، حطيت عامل حفاز، هل الكتله بتاعته لو انا استخدمت مثلا 1 جرام في بدايه التفاعل، بعد ما تخلص التفاعل هلاقيها نص، هلاقيها ربع؟ لا، هلاقيها زي ما هي، كتلته بتبقى ايه؟ ثابته. دي حاجه. طيب لما انا بضيف العامل الحفاز هيرتبط بالنواتج ولا المتفاعلات؟ برافو، هيرتبط بمين؟ بالمتفاعلات، لان انا فايدتي كعامل حفاز اللي انا ازود من سرعه التفاعل، من سرعه المواد المتفاعله. تمام. طب اول ما نكون النواتج خلاص ينفصل عن النواتج وشكرا على كده. طب بيعمل ايه بقى؟ قال لي بيقلل الطاقه اللازمه لحدوث مين؟ التفاعل. يعني انت دلوقتي لو عايزين تعمل تفاعل كيميائي من غير عامل حفاز انت عايز طاقه كبيره جدا جدا، زي ما انت مثلا مدرستك بعيده قوي، طيب مفيش توك توك، مفيش عامل حفاز، ايه اللي بيحصل؟ هتاخد وقت كتير بقى وسرعتك هتبقى زي السلحفه. ولكن العامل الحفاز ده بيقلل من الطاقه اللي حضرتك ايه؟ هتستهلكها. طيب العامل الحفاز هل انا بستخدم كتله كبيره جدا جدا في التفاعل؟ قال لا، كتله صغننه جدا منه هتكفي لحدوث مين؟ التفاعل. طيب نيجي لحاجه مهمه جدا، هل لما احط عامل حفاز في التفاعل، لان ده بيجي في الامتحان، لما احط عامل حفاز في التفاعل علشان يزود من سرعه التفاعل هلاقيه اتاثر؟ هلاقيه مثلا اتغير؟ لا، هو مهمته ان هو بيغير من سرعه التفاعل. والله انا عايز تفاعل سريع يبقى استخدم عامل حفز موجب، عايز تفاعل بطيء استخدم عامل حفز ايه؟ سالب. ولكن هو ما بيتاثرش، هو بيؤثر في التفاعل، هو بيزود سرعه التفاعل او يقلل، ولكن هو ايه؟ ما يعني مش بيتاثر. طب هل مثلا لو العامل الحفاز ده حطيته هل هو اللي هيتحكم بقى في بدء او ايقاف التفاعل؟ لا، هو ملهوش اي دعوه، هو جاي يعمل مصلحه يساعد وشكرا على كده. طيب تعالوا بينا الجزئيه مهمه جدا هي الانزيمات، لان احنا الانزيمات دي برضو بتشتغل كعوامل ايه؟ مساعده او كعوامل حفازه، يعني نفس الدور، ولكن بتختلف ان الانزيمات دي مواد كيميائيه الجسم الكائن الحي هو اللي بينتجها، هو اللي بيطلعها. طب ليه؟ علشان بيزيد من سرعه التفاعلات البيولوجيه الحيويه. يبقى اوتوماتيك لو جالك اي سؤال ايه هي العوامل الحفازه اللي بتزيد من سرعه التفاعلات البيولوجيه او الحيويه في جسم الانسان او جسم الكائن الحي، يبقى انزيمات ولا عوامل حفازه؟ برافو، انزيمات. تمام. طبعا احنا الانزيم اللي علينا اللي هو انزيم الاكسيديز اللي بيبقى موجود في مين؟ في البطاطس. طيب يبقى ده كده، ده من ضمن الحاجات اللي بتؤثر على مين؟ على سرعه التفاعل مين؟ الكيميائي. يبقى لحد دلوقتي واخدين كام؟ واخدين طبيعه المتفاعلات، واخدين تركيز المتفاعلات، العوامل الحفازه، ورابع حاجه اخدناها اللي هو درجه حراره التفاعل. نيجي بقى لخامس حاجه والاخيره هو مساحه السطح المواد المتفاعله المعرضه للتفاعل. خلاص. طيب كل ما مساحه السطح زادت المعرضه للتفاعل، كل ما زادت كل ما سرعه التفاعل ايه؟ تزيد. فاكرين براده الحديد وقطعه الحديد اهو بالمنظر ده، وطبعا دي المعادله ايه اللي احنا ذكرناها. طيب خلي بالنا ممكن يقول لك ايه؟ علل مساحه سطح المواد المتفاعله كلما زادت تزداد سرعه التفاعل. ليه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ هنقول له ايه؟ لان
بسبب زيادة عدد جزيئات المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل، أنا كده مساحة السطح هتزداد. ممكن يقولك ما النتائج المترتبة على، يعني زيادة عدد الجزيئات المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل، يبقى ايه؟ تزداد مساحة السطح المعرض للتفاعل، وبالتالي يزداد سرعة مين؟ التفاعل. وعشان كده ممكن يجيب لك برضو سؤال علل، سؤال زي ده كده، يقول لك يفضل استخدام النيكل المجزأ حتت فيها درجة الزيوت بدل من قطع النيكل. يعني انا بستخدم نيكل مجزأ حتت بدل ما انا بستخدم القطع. طب ليه انا بفضل كده؟ هنقول بسبب زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل في النيكل مين؟ المجزأ. النيكل الحتت مساحة السطح المعرض للتفاعل هيبقى كبير، اكبر من مين؟ اكبر من قطع النيكل. وبالتالي كل ما زادت المساحة دي زادت سرعة مين؟ التفاعل. طب ممكن سؤال علل ده يقول لك برادة الحديد والحديد، هتبقى نفس الإجابة. الأسئلة دي مهمة، يبقى أنا بشرح لك حاجات كده بالتفصيل لأن أنا بأكد لك عليها، تمام؟ وانت كده شغل مخك هتيجي لك بأكتر من طريقة. يبقى لو قال لك ما العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي وسكت كده مفيش أي حاجة تاني، يبقى تقول له الخمسة اللي أنا قلت لك عليها. عايز تشرح اوكي، مش عايز تشرح يبقى ايه؟ شكرا. اللي بيقول الشكل نقط يعبر عن العلاقة بين تركيز المتفاعلات ومعدل التفاعل. طبعا كلمة معدل التفاعل معناها سرعة التفاعل، ماشي؟ وطبعا احنا اتكلمنا عن تركيز المتفاعلات، قلنا ان بينهم علاقة ايه؟ طردية. يعني ايه؟ يعني كل ما تركيز المتفاعلات زاد كل ما معدل التفاعل يحصل له ايه؟ يزيد. طب تعالوا نشوف المنحنيات. هو جايب المنحنى ألف، ادي معدل التفاعل وادي تركيز المتفاعلات. شايفين معدل التفاعل بيقل اهو، تمام؟ ونلاقي ان تركيز المتفاعلات ايه؟ بيزيد. طيب المنحنى رقم باء نلاقي ان معدل التفاعل ايه؟ ثابت، سرعة التفاعل ثابتة. طب الكلام ده لا، احنا عرفنا ان العلاقة بين تركيز المتفاعلات ومعدل التفاعلات علاقة ايه؟ علاقة طردية. علاقة مين؟ طردية. طب ينفع الرقم د بالمنظر ده؟ لا، يبقى اذا هنختار رقم مين؟ ج. يبقى شايفين انا دلوقتي كنا بادئين من الصفر، وكل ما انا عندي تركيز المتفاعلات اهي ومعدل التفاعل، كل ما تركيز المتفاعلات يزيد هلاقي ان معدل التفاعل او سرعه التفاعل يحصل لها ايه؟ تزداد. فبالتالي خلي بالك من نوعيه الاسئله دي. طيب تعالوا كده نشوف ثالث نوعيه من الاسئله اللي هي اسئله اختر. طبعا ممكن تجيلك بكذا طريقه، تمام؟ طيب بيقول لك ايه؟ عند تسخين كبريتات النحاس. طب كبريتات النحاس اللي يتكون راسب ايه؟ طب يمس كبريتات النحاس اللي هي بسرعه رمزها ايه؟ CuSO4، تمام؟ طيب تعالوا نشوف CuSO4 لما تنحل او نسخنها تتكون ايه؟ تتكون CuO زائد SO3. ده غاز، يبقى ده ايه؟ راسب. طب الراسب ده لونه ايه؟ اكسيد النحاس خدناه، لونه مين؟ لونه اسود. خلاص يبقى نختار اللون ايه؟ الاسود. يبقى خلي بالك، شفت الالوان مهمه ازاي؟ مهمه جدا. طيب رقم 2 الانحلال الحراري لكبريتات النحاس يعطي اكسيد نحاس وايه؟ اهو ادانا اكسيد نحاس وايه؟ برافو، ثالث اكسيد الكبريت. طب فين ثالث اكسيد؟ اوعى تختار ثاني اكسيد، لا، يبقى ثاني اكسيد غلط، يبقى ثالث اكسيد مين؟ الكبريت. طب اكسجينا؟ لا. كبريتا ايه؟ لا. خلاص. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول عند اضافه خراطه نحاس الى حمض الهيدروكلوريك المخفف. خلي بالك، شايف لف عليك في السؤال؟ بيقول لك يتكون هيدروكسيد نحاس ولا تتكون كربونات نحاس ولا يتكون كلوريد نحاس ولا لا يحدث تفاعل؟ خراطة نحاس يعني Cu، هنضيفه الحمض الهيدروكلوريك يعني ال HCl، يبقى اذا لا يحدث مين؟ تفاعل. خلي بالنا يا تالتة اعدادي. طيب تعالوا نشوف، بيقول لك وحدة قياس تركيز المواد المتفاعلة او المواد الناتجة هي ايه؟ انا دلوقتي تركيز المواد المتفاعله او الناتجه وحده القياس مهمه جدا، هي مول لكل لتر، مول لكل ايه؟ لتر. خلاص. الحاجات المهمه برضو بيقول لك يعمل انزيم الاكسديز في البطاطا على نقط سرعه تفكك فوق اكسيد الهيدروجين. طيب انزيم الاكسديز في البطاطا احنا اتفقنا ان هو بيعمل كعامل حفاز، يبقى هو هيزود السرعه، زياده السرعه ولا نقصان السرعه ولا ثبوت ولا لا توجد اجابه صحيحه؟ احسن، على زيادة سرعة تفكك فوق أكسيد مين؟ الهيدروجين. مين فاكر؟ لأن ده مهم. فوق أكسيد الهيدروجين اللي هي 2H2O2 هتتفكك هتديني 2H2 لأن هتجيلك في الامتحان، وهي غاز مين؟ الأكسجين، لأن هي مهمة جدا.
طيب تعالوا نشوف بقى برادة الحديد، تفاعل برادة الحديد، البرادة نفسها مش القطعة خلي بالك، مع حمض الهيدروكلوريك أسرع من قطعة الحديد المساوية له في الكتلة. هو بيقول لك اختيارات: لزيادة مساحة السطح، لوجود عامل حفاز، لزيادة التركيز، ولا لا توجد إجابة صحيحة. احنا اتفقنا ان برادة الحديد لما انا استخدمها يعني حديد مفتت كده قطع صغننه، يبقى اذا مساحه السطح المعرض للتفاعل هتبقى ايه؟ كبيره، فبالتالي سرعه التفاعل تزداد. السؤال اللي بعد كده يا تالتة اعدادي بيقول لنا: من التفاعلات الكيميائيه البطيئه جدا. ونخلي بالنا لان التفاعلات الكيميائيه احنا خدنا منها انواع، الانواع دي انا هوريها لكم دلوقتي لانها مهمه، بتيجي اخطر، تيجي اكمل، يعني مهمه فوق ما تتخيلوا. خلاص، فزي ما انت شايف كده التفاعلات الكيميائيه عندنا تفاعلات سريعه جدا، يعني بتتم في وقت قصير. التفاعلات اللي بتتم في وقت قصير جدا دي بسميها تفاعلات سريعه، زي مين؟ الالعاب الناريه. الامثله مهمه جدا اهو دي ببلغكم. طيب تفاعلات بطيئه نسبيا، خلي بالنا بطيئه نسبيا، دي بتتم في وقت ايه؟ قصير، زي تفاعل الزيت مع صودا الكاوي علشان نكون الصابون. يبقى تفاعل تكوين الصابون من التفاعلات السريعه جدا، يبقى الاجابه ايه؟ خطأ طبعا، من التفاعلات البطيئه نسبيا. طب عندي تفاعلات بطيئه جدا، خلي بالنا جدا واحده بس، يعني دي بتحتاج لشهور زي صدأ الحديد، زي المثال اللي هو مديهولك. يبقى التفاعلات الكيميائيه البطيئه جدا جدا واحده بس. يبقى هل تكوين الصابون؟ لا. هل الالعاب الناريه؟ لا. هل صدأ الحديد؟ يبقى الاجابه صدأ ايه؟ الحديد. طيب نرجع بقى للتفاعلات البطيئه جدا جدا، دبل جدا، يبقى ايه؟ دي بتحتاج لملايين السنين بقى، يبقى زي تكوين النفط في باطن مين؟ الارض. الانواع دي مهمه جدا جدا جدا. اللهم بلغت اللهم فشت يا تالتة اعدادي. سؤال مهم جدا يا تالتة اعدادي، بيقول لك مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل نقط مجموع كتل المواد الناتجه عنه، هل بتساوي ولا اكبر منه ولا اقل منه؟ طيب المواد اللي داخله في التفاعل، وليكن مثلا انا استخدمت مواد كتلتها وليكن 4 جرام، بعد ما خلص التفاعل كونت مواد جديده، مواد ناتجه، هل المواد الناتجه دي كتلتها تبقى اكبر من المواد اللي احنا فعلناها؟ يعني كتلتها مثلا زي المثال اللي قلت لكم اكبر من 4، ولا تبقى اقل ولا تساويها؟ برافو، هتبقى مالها؟ تساويها. ليه؟ انا استخدمت كتله معينه، حصل تفاعل يا انحلال يا احلال او الكلام ده كله اللي احنا خدناه، وبالتالي نفس الكتله هتطلع، بس هتطلع نواتج ايه؟ جديده. يبقى اذا الكتل بتاعتها مالها؟ متساويه، ودي بتيجي كتير جدا في الامتحان. طيب تعالوا نشوف تفاعل الالعاب الناريه. الالعاب الناريه، تعالوا نشوف من التفاعلات ايه الالعاب الناريه، هل السريعه جدا ولا نسبيا ولا بطيئه نسبيا ولا بطيئه جدا؟ برافو، من التفاعلات ايه؟ السريعه جدا. خلاص. طيب رقم 10 بيقول لك يحل عنصر المغنيسيوم محل عنصر ايه في محلول احد مركباته؟ محلول احد مركباته، هيحل محل ايه؟ هل الكالسيوم ولا البوتاسيوم ولا النحاس ولا الصوديوم؟ تعالوا نشوف مين فاكر المعادله اللي هي دي، الام جي، تمام، وعندنا CuSO4. الام جي ده هيحل محل ايه في محلول احد املاحه؟ برافو، هيحل محل مين؟ النحاس. يبقى اذا هنختار مين؟ النحاس. طيب رقم 11 جميع العناصر التاليه تحل محل هيدروجين الحمض، خلي بالنا هيدروجين الحمض ما عدا. طيب هل المغنيسيوم هيحل محل هيدروجين الحمض ولا الفضه؟ تمام، ولا الخرسين؟ هو خلي بالك عايز ما عدا، يعني كل العناصر دي بتحل محل الهيدروجين بتاع الحمض ما عدا حاجه واحده. طب انا عندي المغنيسيوم، طب المغنيسيوم هيحل محل مين؟ الهيدروجين، لان المغنيسيوم انشط من الهيدروجين. طب الفضه، لا ده الفضه يمس مش انشط، ده الفضه اضعف. فاكرين الفضه؟ طيب يبقى اذا هنخلي بالنا من دي. تعالوا نشوف بقى الاختيارات. الخرسين، ايوه طبعا الخرسين بيحل محل الحمض. طب الالومنيوم، ايوه طبعا. يبقى اذا الاختيار هتبقى مين؟ الفضه. طيب لو قلت لك النحاس، طبعا النحاس هيحل محل هيدروجين الحمض؟ لا، عشان كده مش بيحصل ايه؟ تفاعل، فهنختار مين؟ الفضه. يبقى ممكن يجيب لك الفضه، ممكن يجيب لك مين؟ النحاس. ركز معايا. طب رقم 12 عند تفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتصاعد غاز ايه؟ طب مين فاكر المعادله؟ انا عايزه افكركم بس وتسترجعوا معايا. الخرسين اللي هو مين؟ ZN،
زائد حمض الهيدروكلوريك المخفف ادي ال HCl كنا بنستخدم منه 2. يبقى اذا وده طبعا نكتب هنا دل او مخفف دي او دي، يبقى ZN هتتفاعل مع Cl2 وهيطلع غاز مين؟ احسنت، يبقى غاز ايه؟ الهيدروجين اهو. تعالوا نشوف اسئله تكتب المصطلح العلمي. طبعا احنا يعني اسئله كتيره جدا واكتب مصطلح علمي، ولكن اهمها اللي هتجيلك في الامتحان. ركز معايا. بيقول لك كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده. عارفينها يا مس طبعا وحافظينها، اللي هي التفاعل الكيميائي. عايز تكتبها التفاعلات الكيميائيه برضو مفيش مشكله. طب ماده بتفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طب يا مس انا بتلخبط، خلي بالنا احنا قلنا الماده اللي بتفقد يا عيني دي بسميها، خلي بالنا ده تفقد الكترون او اكثر، يبقى دي ايه المفهوم ايه الحديث، يبقى تبقى عمليه اختزال او عمليه اكسده على حسب المفهوم ايه الحديث. طب احنا اتفقنا ان عمليه الاكسده دي سميناها ايه؟ فقد الكترونات. عمليه التفاعل بيتم ايه؟ عن طريق فقد الكترونات. طب عمليه الاكسده دي بيحصل لها ايه؟ مين بيعملها؟ برافو، بيعملها عامل مختزل. طب هنا يمس ده بيقول لي ماده، يبقى انا اختار كلمه عامل مين؟ مختزل. انا بقول لكم الكلام ده عشان تفكروا بالطريقه دي، علشان ايه؟ لما تجيلكم في الامتحان. طب نفترض قال لك الماده التي تكتسب الكترون او اكثر. اكتساب، احنا قلنا اكتساب معناها ان دي بيحصل عمليه مين؟ اختزال. طب عمليه الاختزال بتحصل عن طريق ايه؟ العامل المؤكسد. يبقى لو جاب لي نفس الطريقه بس بدل تفقد تكتسب، يبقى نقول له عامل مين؟ مؤكسد. تعملها بالطريقه دي علشان دي هتخليك تجاوب صح، ما تتلخبطش. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعدها. التغير في تركيز المواد المتفاعله والمواد الناتجه في وحده الزمن دي مهمه، اللي هي ايه؟ احسنت، اللي هي سرعه التفاعل الكيميائي. حد هيقول لي سرعه التفاعلات الكيميائيه مش هتفرق يعني عادي. من الحاجات المهمه جدا 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 وهتجيلك في الامتحان ده اللي انت شايفه، ترتيب العناصر الفلزيه ترتيبا تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي. ده ايه؟ برافو، دي متسلسله النشاط الكيميائي. متسلسله النشاط مين؟ الكيميائي. طب انت يا مس دلوقتي انا متسلسله النشاط الكيميائي فيها فلزات كتير، انا المفروض احفظهم ولا اعمل ايه؟ خلي بالنا انا دلوقتي زي ما احنا شرحنا المنهج، انا مش عايزاك تحفظ العناصر، انا عايزاك تبقى عارف والله انا في بدايه المتسلسله عندي البوتاسيوم، عندي الصوديوم. اول حاجه البوتاسيوم والصوديوم، وبعد كده عندي عناصر تانية كتير، وعندي حته كده اللي هي الهيدروجين. العناصر اللي بعد الهيدروجين لازم تبقى عارفها. ليه؟ لان العناصر اللي بعد الهيدروجين اللي فوق الهيدروجين عناصر نشطه جدا. هل ينفع تحل محل العناصر بتاعه الهيدروجين اللي تحت الهيدروجين؟ ينفع، لان من عندك من الهيدروجين اللي تحت عناصر ضعيفه. طب العناصر الضعيفه ينفع تحل محل العناصر اللي فوق؟ يبقى لا. يعني ينفع مثلا الهيدروجين يحل محل مثلا الصوديوم ولا بتاع؟ شكرا، لا، مستحيل. خلاص؟ فانا عايزاك يعني حاجات معينه انا شرحتها عايزاك تركزها من غير بقى ما تدوش دماغك والمتسلسله تجمعها بقى في كلمه ومش عارفه ايه الكلام الفاضي ده. خلاص؟ طب رقم 5 مهمه، مركبات سريعه في تفاعلاتها وتتفكك على هيئه ايونات. يبقى دي ايه؟ طالما قال لك مركبات يبقى تقول له دي مركبات ايونيه. طب لو قال لك العكس، مركبات لا تتفكك في الماء ولا تعطي ايونات، يبقى دي مركبات ايه؟ برافو عليك، مركبات تساهميه. طيب تعالوا نشوف تفاعلات بيتم فيها احلال عنصر محل عنصر اخر. يبقى دي تفاعلات ايه؟ برافو، تكتب كده تفاعلات احلال. خلاص يا تالتة اعدادي. طيب مواد كيميائيه بينتجها جسم الكائن الحي، لسه قايلينها من شويه، وتعمل كعوامل حفازه بتزيد من سرعه التفاعل البيولوجيه، التفاعلات البيولوجيه. برافو، يبقى دي ايه؟ الانزيمات. اياك تكتب العوامل الحفازه، لان العوامل الحفازه دي مواد كيميائيه اساسا جسم الكائن الحي مش بينتجها، ده بنلاقيها في المعمل. طيب رقم 8، مركبات كيميائيه تنحل جميعها بالحراره ويتصاعد غاز الاكسجين. ايه ده؟ ايه المركبات الكيميائيه اللي كلها بتنحل بالحراره وبتديني الاكسجين؟ يا ترى المركبات دي ايه؟ هل هي اكاسيد ولا هل هي كبريتات ولا هل هي كربونات؟ طبعا هنقول له ايه؟ اكاسيد يا تالتة اعدادي. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك ال HGO ده اكسيد زئبق،
طب هينحل بالحراره هيتصاعد غاز مين؟ الاكسجين، هتلاقيه تصاعد. خلاص. وقيس بقى امثله على الكلام ده كله. لكن هل لو عندنا مثلا CO3 كبريتات هل يتصاعد غاز الاكسجين؟ لا، هيتصاعد غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. طيب اخر سؤال بيقول لك ايه؟ الماده التي تمنح الاكسجين او تنتزع الهيدروجين اثناء التفاعل الكيميائي. وهنا طبعا اكسده واختزال على حسب المفهوم مين؟ التقليدي. فانا الماده اللي هتمنح ماده يبقى اذا هكتب له عامل، طالما ماده يبقى تكتب ايه؟ عامل. طبعا احنا عايزين نعرف عامل مختزل ولا عامل مؤكسد. طالما منحت الاكسجين يعني ادت الاكسجين يبقى دي طيب، ماده طيبه، دي هنسميها عامل مين؟ عامل مؤكسد. عامل ايه؟ المؤكسد. يعني هتخلي تدي الاكسجين للماده الثانيه، وبالتالي الماده الثانيه نسبه الاكسجين هيزيد عندها، فبالتالي ده هنسميه عامل ايه؟ المؤكسد. طبعا عامل المؤكسد بيحصل له عمليه ايه؟ زي ما اتفقنا عمليه اختزال. بعد كده تالتة اعدادي للسؤال اللي هو 8 اللي هي المركبات الكيميائيه اللي بتنحل جميعها بالحراره وتصاعد غاز الاكسجين. احنا قلنا الاكاسيد زي اكسيد الزئبق. ايه تاني ممكن ينحل؟ ها، برافو عليك، اللي هو مين؟ برافو عليك، اللي هو نترات الفلزات. مين فاكر المثال؟ 2NaNO3 دي اللي هي نترات مين؟ الفلزات. انت ممكن تقول دي او دي. طيب احنا نسينا رقم 9، احنا حلينا رقم 10 ونسينا رقم 9. يقول عملية بيضاف فيها عامل مساعد ليقلل سرعة التفاعل الكيميائي. شايف؟ يقلل، يبقى انا بضيف عامل مساعد عشان يقلل، يبقى دي تفاعلات حفز سالب ولا موجب؟ برافو، يبقى دي تفاعلات حفز سالب. خلي بالنا. طب لو قالك يزيد يبقى تفاعلات حفز ايه؟ موجب. من ضمن الاسئله بتاعت اكتب مصطلح علمي بيقولك تفاعلات كيميائيه بيتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائيه بالحراره الى العناصر الاوليه او مركبات ابسط منها. طبعا هتقول له ايه؟ احسن، دي تفاعلات الانحلال الحراري. ونخلي بالنا لان التفاعلات دي مهمه جدا. طيب بيقولك ايه؟ كيس قابل للانتفاخ يوجد في السيارات الحديثه يعمل كوسيله امان في المواقف الطارئه. دي ممكن اهو جايب لك اكتب مصطلح العلمي. طب انا ممكن اقول لك ايه هي اهميه اللي هي الاجابه بتاعتها اللي احنا طبعا عارفين اللي هي ايه؟ الوساده الهوائيه زي ما قلنا من شويه. تبقى الوساده الهوائيه دي عباره عن كيس بتبقى موجوده طبعا في السيارات الحديثه. مهمتها ان هي تعمل كوسيله امان في المواقف الطارئه، او تقول له تعمل كوسيله امان عند اصطدام السياره. خلاص. تعالوا بقى نشوف نوعيه تانية من الاسئله. دي بيقول لك ايه؟ صوب ما تحته خط. ممكن يجيب لك برضو اختر واكمل، يعني ركز كده. رقم 1 بيقول لك ايه؟ تنحل نترات الصوديوم. نترات الصوديوم مين بقى؟ بسرعه يقولها لي، لسه كاتبينها 2NaNO3. النترات دي هتنحل عند تسخينها لنيتريت الصوديوم وتصاعد غاز ايه؟ ها، اكتب لي كده المعادله بسرعه، شوف انت فاكرها ولا لا. برافو، يبقى يتصاعد غاز مين؟ احسنت، غاز الاكسجين. يبقى غاز النيتروجين غلط طبعا، اللي تصاعد غاز مين؟ الاكسجين. طيب سوري. عمليات الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان تحدثان بالتوالي. يعني العمليتين دول بيحدثوا بالتوالي، يعني مثلا ممكن الاكسده تحصل الاول وبعديها الاختزال. ده كلمه توالي، ده مفهوم كلمه توالي اللي هو جايبها لك وعايزك ايه؟ تصحصح كده. دي طبعا التوالي الكلمه غلط، امال يحدثان على مين؟ على التوازي. يعني ايه؟ يعني في عمليه اكسده اختزال، عمليه اكسده اختزال، هما الاثنين متلازمتان. خلاص. طيب عمليه الاكسده والاختزال دايما بتحصل بين مين؟ يعني معظم ايه؟ برافو، عمليه الاكسده. طبعا كلمه عمليه اكسده يعني فقد، وبالتالي الفقد ده هيحدث بين الفلزات ولا لا فلزات؟ احسنت، بين الفلزات. طب العمليه الاختزال، اختزال يعني اكتساب. ها، يبقى مين اللي هيحصل لها ده؟ الفلزات ولا اللافلزات؟ برافو عليك، اللافلزات. انا حبيت اقول المعلومه دي علشان المل لك كل حاجه، فركز معايا. طب رقم 3، يعرف تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء باسم تفاعل اكسده. طبعا غلط، احسنت، سامعاك بتقول ايه؟ التعادل، تفاعل التعادل. طيب رقم 4، تنحل معظم كربونات الفلزات الى فلز وثاني اكسيد الكربون. طب كربونات الفلزات يقصد بها ايه؟ CO3، ده انت اللي خدتها دي. طب لما تنحل هتديني ثاني اكسيد الكربون. طب هيديني ايه برضه؟ هتديني فلز؟ لا، هتديني اكسيد فلز. يبقى الاجابه بتاعتك اللي هي ايه؟ اكسيد مين؟ فلز.
خلاص كده تالتة اعدادي. نخلي بالنا، شايف المعادلات هي بتجي لك ازاي؟ يعني المعادلات مش مجرد رموز هتيجي وخلاص، هتيجي رموز ولكن هتيجي اسئلة بقى. طيب رقم 5، كلما زاد تركيز المواد المتفاعلة قلت سرعة التفاعل. اكيد غلط، يعني تزداد سرعة التفاعل. طيب رقم 6، زيادة تركيز النواتج يجعل عدد التصادمات بين الجزيئات أكثر فتزيد من سرعة التفاعل. طبعا النواتج هنا غلط، لا أنا عندي لما تركيز المتفاعلات تركيز المتفاعلات يبقى زيادة، بالتالي أنا عدد التصادمات هيبقى زيادة، سرعة التفاعل هتبقى زيادة. طب رقم 6، تتفاعل برادة الحديد. شايف نازلين يجيب لنا أسئلة بقى بطريقة ازاي؟ تتفاعل برادة الحديد مع حمض الهيدروكلوريك أسرع من قطعة الحديد المساوية لها في الكتلة لزيادة التركيز. غلط. ليه؟ لأني أنا برادة الحديد وقطعة الحديد دي بتدل إني مش السبب زيادة التركيز، السبب مساحة السطح المعرض للتفاعل، فنكتب كده. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه بيقول تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسب عكسي. كلمة عكسي غلط. مع درجة الحرارة. طبعا لأ، عكس طردي. تمام. طب رقم 9، تكوين النفط في باطن الأرض من التفاعلات الكيميائية البطيئة نسبيا. برافو عليك. البطيئة ينفع أكتب البطيئة جدا واسكت؟ لا، هتبقى غلط. طب ايه هي التفاعلات البطيئة جدا؟ ده تكوين صدى الحديد، لكن بتاعة تكوين النفط دي تفاعلات بطيئة جدا جدا، ونخلي بالنا من الدبل جدا دي. السؤال العاشر ركز فيه، بيقولك الأملاح وكاتب تحتها خط، يعني غلط. هي مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات أيونات هيدروكسيد سالبة. مين اللي بيتفكك في الماء ويديني أيونات الهيدروكسيد اللي هي OH سالبة؟ الأحماض والقلويات. برافو عليك، اللي هي القلويات. طب اما الاحماض بقى لما بتتفكك بتديني هيدروجين موجب، ايونات هيدروجين موجب. طب اديني مثال لاي حاجه قلويه خدناها وذكرناها في معادله. احسنت، اللي هو NaOH. تمام. هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم. خلاص. طبعا في امثله كتيره جدا. طب رقم 11 بيقولك في جزيء اكسيد الصوديوم. أكسيد الصوديوم ترتبط ذرة الأكسجين بنقط صوديوم. ده؟ ايه السؤال ده؟ يعني يا مس؟ تعال نشوف. هو عايزك تفهم، انت بتعرف تقرا بتعرف تحول الكلمة اللي بالعربي ده لرموز ولا لأ؟ طب تعالوا نشوف. احنا اتفقنا هي كلمة ذرتي صوديوم غلط، طب ذرة صوديوم غلط. طب تعالوا نشوف. ادي أكسيد الصوديوم. اكسيد مين؟ الصوديوم. علشان انا اجيب الصيغه الكيميائيه ليه اعمل ادي الصوديوم اكتب الرمز بتاعها من تحت الاسم مباشره. طب الاكسيد، اكسيد يعني يعني اكسجين. طب الصوديوم التكافؤ بتاعه احادي. طب الاكسجين تكافؤ ثنائي. طيب اعمل مقصين كده، يبقى انزل Na وقدامها 2 والاو هتنزل، يبقى انا ده اكسيد مين؟ اكسيد الصوديوم اللي هو جايبه لنا هنا. يبقى انا هنا ذره الاكسجين دي هترتبط بذره واحده من الصوديوم، يبقى غلط، هترتبط بكام؟ بذرتين. طيب انت دلوقتي لو عندك مشكله مش عارف تكتب تحول اللي هو الاسامي بتاعه المركبات الى رموز، هتعمل حضرتك هتشوف الفيديو اللي انا شارحه فيه كل حاجه بالتفصيل. اي مركب في الدنيا تحوله لصيغه كيميائيه بمنتهى السهوله، هتلاقيه طبعا في صندوق الوصف. طيب رقم 12 بيقولك صدى الحديد من التفاعلات السريعه. طبعا غلط. من التفاعلات البطيئه. طب اكتب البطيئه جدا جدا ولا جدا بس؟ البطيئه جدا واحده بس، سنجل جدا. خلاص. طب رقم 13، الاكسده عمليه كيميائيه تكتسب فيها ذره العنصر الالكترون او اكثر. دي هنا عند اكتساب، يبقى مش الاكسده، يبقى اختزال. اختزال يعني اكتساب. خلاص. طب رقم 14، اللتر لكل مول هي وحدة تركيز المتفاعلات او النواتج في التفاعل الكيميائي. غلط طبعا، هي لتر لكل مول. مول لكل لتر. تعال نمسح ده، الصيام اثر على الواحد، يبقى اللتر لكل مول غلط، هي عكسناها هنا، هي مول لكل لتر. خلاص. دي وحدة قياس تركيز المتفاعلات زي ما قلنا او النواتج.
طب رقم 15 العامل المساعد هو المادة اللي بتفقد الكترون او اكثر، وخلي بالنا هنا جايب لي مادة وهنا فقد. طب المس قالت لي اول ما تسمعي كلمة فقد يبقى اذا فقد يعني ايه؟ يعني عملية اكسدة، وعملية الاكسدة يبقى العامل بتاعها ماله؟ عامل مختزل. يبقى هنا هنكتب العامل مين؟ العامل المختزل. خلاص تفتكروها بالطريقة اللي انا شرحتها لكم. نيجي بقى لنوعية تانية من الأسئلة مهمة برضو، ويا ريت تركزوا على الأسئلة دي جدا، بتاعت علل. الأسئلة اللي انتوا شايفينها دي انا مش هحلها معاكم، ولكن انا هديكم الإجابات بتاعتها اختصارا للوقت، لأن وقت الفيديو زي ما انتوا شايفين طويل جدا. فالأسئلة دي مهمة جدا. طبعا انت تاخد الورق وتاخد كل حاجة ماشي، وانا هديك الإجابات بإذن الله. فتعالوا نشوف بقى نوعية تانية من الأسئلة. نوعية تانية من الأسئلة تالتة إعدادي مهمة. ماذا يحدث؟ ما النتائج المترتبة على كل ده؟ بيقولك ايه؟ تسخين نترات. ماذا يحدث لو تم تسخين نترات الصوديوم؟ انا مش هكتبها، ولكن انا هقولها كده وانت برضو تقولها حسب ما فهمتها. يبقى عند تسخين نترات الصوديوم تنحل نترات الصوديوم بالحرارة الى نيتريت صوديوم، ونيتريت الصوديوم لازم تذكر اللون بتاعه اللي هي مادة بيضاء مصفرة او ابيض مصفر، ويتصاعد غاز الاكسجين. ويبقى كتر خيرك جدا جدا لو جالك السؤال ده وكتبت المعادلة، ياه هيفرحوا بيك قوي، يديكوا الدرجة كلها. طب رقم 2 تم تسخين ملح كربونات النحاس الخضراء. كربونات النحاس اللي هي ايه؟ اللي هي CuCO3. المادة دي لما بنسخنها ايه اللي بيحصل؟ برافو، تنحل بالحرارة الى اكسيد النحاس لونه اسود، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. ويا ريت تكتب المعادلة، يبقى شكرا كده. طب رقم 3 ايه اللي يحدث عند لو عملنا استبدال لبرادة الحديد بقطعة من الحديد ليها نفس الكتلة عند التفاعل مع الأحماض المخففة؟ احنا طبعا عارفين ان برادة الحديد التفاعل بتاعها بيبقى أسرع من القطعة. طيب احنا لو جبنا قطعة بقى، ما استخدمناش برادة، جبنا قطعة، يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى بتقل سرعة التفاعل الكيميائي. طيب رقم 4 تم استبدال حمض الهيدروكلوريك المخفف بحمض مركز عند تفاعله مع شريط المغنيسيوم. ايه اللي يحصل؟ احنا كنا بنستخدم حمض مخفف، لا احنا نستخدم حمض مركز. يبقى ايه اللي يحصل؟ برافو، تزداد سرعة التفاعل الكيميائي. ليه؟ لان احنا قلنا لازما تركيز المتفاعلات، كل ما زاد تركيز المتفاعلات سرعة التفاعل هتزداد. طب رقم 5 ايه اللي هيحدث لو تم اضافة مسحوق ثاني اكسيد المنجنيز الى محلول فوق اكسيد الهيدروجين؟ طبعا ثاني اكسيد المنجنيز عرفنا انه ده عامل حفاز او عامل مساعد. طب ايه اللي هيحصل لو ضفناه؟ برافو، يبقى يتفكك، يبقى يزداد سرعة تفكك فوق اكسيد الهيدروجين الى ايه وايه؟ الى ماء وغاز الاكسجين. تمام. طيب نكتبها كده تاني اهو عشان اذكركم بيها. فوق اكسيد الهيدروجين ده تمام، وعندنا عامل حفاز اللي هو اللي مكتوب عندنا ده اللي هو ثاني اكسيد المنجنيز. يبقى اذا هيديني ميه وهيديني كمان وهيديني غاز الاكسجين. المعادله دي اكتبها. طيب رقم 6 تم اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى قطعه من النحاس. ايه اللي هيحصل؟ خلي بالنا نحاس وهيدروكلوريك HCl. يبقى برافو عليك، يبقى لا يحدث تفاعل. طب لو اداك فضه لا يحدث تفاعل، لو اداك ذهب لا يحدث ايه؟ تفاعل. طيب رقم 7 تم وضع قرصين من الفوار، احدهما في كأس به ماء ساخن والاخر في كأس به ماء بارد. يبقى اذا في الكأس اللي به ماء ساخن ايه اللي هيحصل للقرص الفوار؟ يبقى يزداد تفكك قرص الفوار تكوين فقاعات. تمام، سرعة التفكك بتاعته هتبقى ايه؟ اكتر من الماء البارد، لان احنا قلنا درجة الحرارة بتزيد من سرعة التفاعل الكيميائي. نقولها بطريقة تانية، مثلا في الكأس اللي به ماء ساخن يزداد الفوران، أما في حالة الكأس به ماء بارد يقل الفوران. مفيش أي مشكلة على حسب ما أنت فهمتها. تالتة إعدادي أسئلة قارن. إحنا في المراجعة يعني إحنا لو هنعمل أسئلة قارن كده هنعمل أسئلة كتيرة جدا، ولكن خلي بالنا، عايزة ألفت انتباه كل حاجة. أنا دلوقتي عندي مركبين، ممكن يجيب لك مركبين كده وأقول لك قارن ما بينهم، مثلا زي كربونات النحاس كبريتات النحاس. فحضرتك هتعمل جدول. الجدول طبعا هتسطره
انا عندي كربونات النحاس تكتب الرمز بتاعها، طبعا هتكتب بالعربي وبالصيغه الكيميائيه CuCO3، والكبريتات النحاس CuSO4. طيب وبعد كده قارن بقى الماده دي لونها ايه والماده دي لونها ايه. الكربونات دي ماده لونها اخضر، تمام. طب الكبريتات ماده لونها ازرق. يبقى انت كده عملت اول مقارنه ما بين مين؟ ما بين اللون، وكمان عملت مقارنه ما بين ايه؟ الصيغه الكيميائيه. طيب تعالى نشوف كبريتات كربونات النحاس لما تنحل بالحراره تديله ايه، وطب كبريتات النحاس لما تنحل بالحراره تديلنا ايه. طيب وتكتب له المعادلات. فبالتالي انا عايزه اوصل لك ان لو جاب لك قارن زي كده فانت تكتب له كل حاجه تعرفها عن ده وكل حاجه تعرفها عن ده. طيب نتخيل مثلا لو جاب لك برضو كده سؤال يقول لك رتب العناصر التاليه تنازليا تبع لدرجه نشاطها الكيميائي، فانا بالتالي هضطر ارتب مين؟ العناصر. طب في ناس بتبقى حافظاها حافظه المتسلسله، تمام. طب في ناس بتبقى ايه؟ لا انا لازم احفظ المتسلسله بحاجات كده معينه عشان تثبت في دماغي. طبعا المتسلسله انا عندي اول عنصر اللي هو كي والبوتاسيوم، وعندي الصوديوم، الباريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، الألمنيوم، الخرسين، الحديد، وعندي القصدير والرصاص والهيدروجين، عندي برضو النحاس والزئبق والفضة والبلاتين، واخر حاجة مين؟ الذهب. طب انا هحفظ كل العناصر دي ازاي؟ تعالوا نشوف. هنسميها اغنية كده، بوسي صنعت بالونة كبيرة. طيب بوسي حرف بداية حرف مين؟ الباء، يبقى باء بوتاسيوم. طب صنعت يبقى صاد صوديوم. طب بالونة باء باريوم، ماشي. طب كبيرة الكاف كالسيوم. طب مليانة الميم مغنيسيوم. يبقى بوسي صنعت بالونة بوسي صنعت بالونة كبيرة مليانة مليانة ايه؟ الوان خطيرة. الوان يعني الالف والالف لام الومنيوم. طب خطيرة الخاء خرسين. طيب خلصنا. ده اول مقطع من الاغنية. يبقى اول مقطع من الاغنية نغنيها كده، بوسي صنعت بالونة كبيرة مليانة ألوان خطيرة. طيب تعالوا بقى للمقطع الثاني. المقطع الثاني من الأغنية، حداية قطعت راس هيدروجين. كده وكده يعني. حداية قطعت راس ايه؟ هيدروجين. طب الحداية اللي هو ايه؟ الحاء حديد. طب القاف قصدير. طب الراء رصاص. الهيدروجين هو هيدروجين مش هيتغير، عشان كده انه ليه حداية قطعت راس هيدروجين. طيب المقطع الثالث بقى، نحلة زنت فوق بلاد ذهب. يعني تخيل كده، ادي النحلة، النون نحاس، زنت اللي هو ازاي؟ الزئبق، فوق الفاء فضة، بلاد الباء بلاتين، ذهب اللي هو مين؟ الذهب. خلاص. يبقى دي كلمات او اغنية متسلسلة النشاط الكيميائي لو عايز تحفظها بالطريقة دي. بوسي صنعت بالونة كبيرة مليانة ألوان خطيرة، ده أول مقطع. حداية قطعت راس هيدروجين، ده تاني مقطع. نحلة زنت فوق بلاد ذهب. وبالتالي انت كده ممكن بتحفظها بطريقة سهلة جدا. طيب معلش بقى، آخر حاجة معانا حاجة مهمة جدا أكبرها لكم معلش. ممكن في الامتحان كده يغلس علينا زيادة ويقول لك ايه؟ هو انا بقيس سرعة التفاعل الكيميائي بمعدل ايه؟ يعني عمليا انا بقيسها بايه؟ ازاي بعرف ان التفاعل حصل وليه سرعة والكلام ده؟ بقيسها بمعدل حاجتين: اختفاء احدى المواد المتفاعلة، يعني المواد خلاص المتفاعلة هتختفي وتكون نواتج، وظهور احدى المواد الناتجة. ظهور احدى المواد الناتجة. طب انا اعرف ان المواد الناتجة ظهرت ازاي؟ اول حاجة ممكن تتكون راسب، ممكن يتصاعد غاز، ممكن يختفي اللون بتاع المواد المتفاعلة ويتكون لون جديد خالص. فبالتالي عليكم بالله عليكم الحاجات دي مهمة جدا جدا. نعمل نظام كده، سيستم معين لينا. انا دلوقتي بحاول الم لكم كل حاجة في الوحدة، خلاص. طيب بعد كده هيبقى في فيديو تاني هنحل اسئلة على كل درس في الوحدة، علشان نبقى كده مطمنين، والورق معانا بتاع الدرس، ورق الشرح كله معانا. انت مش محتاج تذاكر من اي حاجة الا الورق، تسمع الفيديوهات. يعني حتى لو ما سمعتش فيديوهات الشرح هتسمع فيديوهات المراجعة دي، يعني بجد هتفيدك. بس كل اللي انا طالباه منك دلوقتي بجد انك تدعمني بلايك الفيديو، لاني في ناس كتيره ما بتعملش لايك. طب ما انت بتستفاد من الفيديو، طبعا ادعمني بلايك علشان غيرك يستفيد بالفيديوهات دي، وانا كمان كقناه مس اسماء استفيد من اللايك بتاعك. يلا بقى اشوفكم على خير.
انتظروني ان شاء الله في فيديو هنحل فيه اسئله على الدرس الاول، اسئله على الدرس الثاني الخاصه بمين؟ بالوحده الاولى. وبعد ما نخلص الفيديو ده هنبتدي نراجع بقى الوحده الثانيه نلمها كلها، وبرضه هنحل فيها اسئله زي ما انتوا شفتوا كده، وكمان هنبقى في فيديو تاني هنحل بقى ايه على كل درس، وهكذا وهكذا لحد ما نوصل للم المنهج كله بقى في مراجعه ليله الامتحان ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، لايك الفيديو، كل سنه وانتم طيبين.